سؤال جه في امتحانات الاسترشادي بالمناسبه في العشرة اللي جم السنه اللي فاتت، متوسط يميل للصعوبه مش يميل للسهوله. هي تحيه للوزاره على السؤال الجامد ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبنا واصحابنا رجالتنا رجال الثالثه ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم باشمهندس احمد، وان شاء الله باذن الله هنحل مع بعض الامتحان الاسترشادي الاول. ركز معايا يا صاحبي عشان الامتحان بتاع النهارده اسئلته رايقه وجامده. الامتحان متوسط يميل للصعوبة مش يميل للسهولة، يميل للصعوبة، ففي أفكار حلوة فاوعى يفوتك منه أي سؤال. طيب يا مستر أستفيد إزاي بالامتحان ده أقصى استفادة وأنا بحل؟ اتفرج عليا وحاول تحل بإيدك قبل ما تشوف السؤال. وقت ما كان ما تعطل افتح اتفرج عليا وشوف أنا عملت الحتة دي إزاي. لو جات لك تاني تعرف تحلها، وكده تكون استفدت أقصى استفادة من الاسترشادي بشكل عام انك تحل. اتفقنا؟ يبقى تشوفني تشوف غلطت في ايه تظبط معايا يا باشا، كده انت اتعلمت واستفدت وفعلا كنت من الناس التمام. انما الناس لو تقعد تشتكي تقول ايه ده صعب، امال اخر السنه هيجي ايه؟ ده سهل، طب يا رب يجي سهل. مالكش دعوه بقى بالناس دي، خليك ايه؟ خليك راجل كده عاقل ومظبوط والدنيا معاك تمام باذن الله. خلاص، لو انت عاجبك المحتوى ده بقى غير بقى كتاب التفوق وبتاع، تقدر تعمل لنا لايك وتشترك في القناه والكلام الجميل ده كله لو اول مره بتتفرج علينا. ولو مش عارف فاحنا بنحل كتاب التفوق على اليوتيوب، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هينزل لك حل كتاب الامتحان المراجعه النهائيه وحل كتاب التفوق المراجعه النهائيه. واخر حاجه يا صديقي بفكرك انك تقدر تشترك في المراجعات النهائيه، تبعت للرقم اللي فوق اذا كان عايز تحضر لنا سنتر في سنتر بلازا الهرم في الجيزه، او لو عايز تشتغل معانا اونلاين فتقدر تبعت لنا للرقم اللي فوق الدعم العلمي، وتقدر تقول عايز اشترك في المنصه كل الكورسات اللي قلبك يحبها. وخلي بالك في 50% خصم على كل الكورسات اللي موجوده على المنصه بمناسبه ان احنا خلصنا الكهربائي. يبقى اي كورس نفسك فيه يا معلم عليه خصم ايه؟ 50%. اتفقنا يا صديقي؟ يلا يا باشا بسم الله توكلنا على الله. والسؤال الاول جاهز يا مستر؟ ايوه يا ابني، ظبط كده المايك وظبط الحاجات. جاهز يا باشا؟ اسئله النهارده رايقه، فانا جاي اعلي مستواك. دوري النهارده اعلي مستواك وافيد لك الدنيا خالص. بسم الله يا صديقي. والسؤال الاول بيقول لك دائره كهربائيه. خلي بالك بقى عشان انا في اسئله هتلاقيني براجع، مش مجرد بحل وبطلع الموديل انسر، انا براجع وبفيد الدرس. يعني ايه؟ بستفيد وبحل، مش هدفي الحل بس، هدفي اراجع واحل واستفيد اقصى استفاده. خش يا معلم بقى، عايز تتعلم من مهندس؟ لايك وشير وسبسكرايب وظبطنا. يلا يا باشا بسم الله. والسؤال الاول دائره كهربائيه بسيطه تتكون من بطاريه ومقاومه اميه كما موضح بالشكل. اي الاختيارات التاليه يعبر بشكل صحيح عن العلاقه بين الجهود. طيب خلينا نراجع مع بعض. انت عارف ان التيار الكهربي بيمشي من الجزء من القطب الموجب الى القطب السالب خارج البطاريه. يعني لو جينا قلنا كده التيار بيخرج من الموجب، يبقى طبعا دبليو اول واحد قابلها. فواحد هيقول لي خلاص يا مستر دبليو اكبر واحد، اقول له اصبر ما تشوف هو خسر فرق جهد ولا لا. فطبعا هو بيفترض الاسلاك مثاليه، فطول ما احنا كده احنا كل ده في نفس النقطه، يبقى جهد دبليو طبعا الفي بتاع دبليو بيساوي الفي بتاع اكس. طيب كده انت عديت على مقاومه، يبقى اكيد خسرت ايه؟ اكيد خسرت فرق جهد. يبقى طبعا هتلاقي دول اكبر من دبليو وفي نفس الوقت اكبر من زد. وخلي بالك ده دبليو قد زد. ليه؟ لان الاثنين شايف الاثنين متوصلين بنفس. تعال بقى نشوف هنختار ازاي. الجهد الكهربي للنقطه دبليو اكبر من الجهد الكهربي للنقطه زد. والله ده كلام صحيح تمام. الجهد الكهربي للنقطه اكس اقل من الجهد الكهربي للنقطه واي. ده غلط. الجهد الكهربي للنقطه دبليو اقل، لا هو اصلا اكبر حاجه. الجهد الكهربي دبليو اكبر تمام. الجهد الكهربي للنقطه اكس اكبر من واي، يبقى الاجابه ج تمام. الشكل المقابل يمثل سلكين مصنوعين من مادتين مختلفين، يبقى الرؤيه مختلفه. وبيقول لك اطلب لي او اعمل نسبه قيمه المقاومه النوعيه اكس. طيب انا كان عندي قانون ان الار بتساوي رو اي في ال على الاي. طب عايز الرو اي في طرف، خلاص الرو اي في طرف، اضرب الاي في القسمه تروح في الضرب، والال في الضرب تروح في القسمه، يبقى ار في ايه على ال. اسال بقى شوف ايه الحاجات الثوابت وايه اللي مش ثوابت. مفيش ثوابت خالص. عايز تعمل نسب يا معلم سهله وبسيطه. واحد يقول لي احسب دي لوحدها واحسب دي لوحدها واقسمهم على بعض، اقول له صح، ولكن انت كده مش راجل برنس. انت راجل بيعرف يحل بس مش برنس. البرنس اللي بيعرف يعمل النسب، والنسب مش محتاجه حاجه. هو بيقول لك مقاومه اكس المقاومه النوعيه لواي. طبعا الار مع الرو اي طردي، يبقى ار اكس على ار واي. الاي اكس على اي واي. ال واي على ال اكس. ليه؟ لان الاكس عكسي مع الرو اي طبعا لو الماده نوعيه مختلفه. طيب واحد هيقول لي يا مستر وانا اعمل كل ده ما كنت عملتها بسرعه ومش عارف ايه. بص افهمك حاجه، في فرق ما بين اللي عايز يقفل وفي فرق اللي عايز يجيب درجه حلوه. اللي عايز يقفل انا بخاطب اللي عايز يقفل. انت عايز تقفل تمام، مش عايز تقفل وعايز تحل اي كلام برضو براحتك. انا بقول لك انا بخاطب اللي عايز يقفل. الار اكس بتاعت اكس بكام؟ 2.5، واي 5.
مساحه اكس نص، مساحه واي 1/10. واحد يقول له يا مستر انت ما حولتش ليه؟ اسكت يا، حولت ليه؟ احول ليه يا ابني؟ اصبر يا ابني، عصبتني. طول اكس طول واي ب10 وطول واي ب5. يا ابني حول ليه؟ سنتيمتر تربيع وسنتيمتر تربيع. لو حولت هنا وحولت هنا الاثنين هيطيروا بعض، فالتحويله مش هتاثر في حاجه، بس بشرط ان الاثنين يكونوا اصلا كانوا نفس التحويله. يعني 5/10 على 1/10 في 2 اللي هي 10 على 5 تطلع ب5 على ال1. هل الكلام ده مظبوط؟ رو اي اكس المقاومه النوعيه، خلي بالك لا عشان يجي يديك خازوق يقول لك بقى الايه التوصيلات الكهربائيه فتروح عكس. ار اكس على ار واي، حاجات اكس على حاجات واي، تمام. مساحه اكس مساحه واي، طول واي طول اكس، مظبوط، اجابه صحيحه باذن الله. عند اعاده تشكيل سلك معدني حتى يقل طوله الى ثلث طوله الاصلي دون ان تتغير درجه حرارته، فان التوصيليه الكهربيه لمادته، اوعى يا باشا تتلخبط. ده بص ده جايه لك اهي جميله. ليه؟ واحد هيقول لي اول حاجه القانون بتاع ده اللي هو بتاع اعاده التشكيل لو جابها لك بسيره الطول، بالمناسبه انا براجع دلوقتي، ال1 تربيع على ال2 تربيع، وتقول مثلا الطول 1 زاد 3 امثال يبقى 3 تربيع وهكذا، وتشتغل بقى شغلك العادي. امتى؟ ده لو بيسالك على المقاومه، انما الكلام ده كله غير صحيح. ليه؟ لانه بيسالك على التوصيلات الكهربيه التي لا تتغير الا بحاجتين: نوع الماده والحراره فقط لا غير. هل انا لما ازود الطول غيرت حاجه من دول؟ لا. يوضح الشكل عليه 4 دوائر كهربائيه مغلقه. بالمناسبه بحب افكرك ان في ورشه على المنصه على الفصل الاول، الورشه دي حلينا فيها 100 سؤال على الفصل الاول بما فيهم راجعنا على كل درس بشرح وقوانين. الورشه دي بالنسبه لي كنز، عايزها تقدر تبعت للرقم، والله كنز الورشه دي. طيب نكمل. بيقول لك اعلاه وهكذا. طب تعالى نشتغل. بيقول لك ايه؟ احسب لي تكون قراءه الاميتر اقل ما يمكن. يعني بالمناسبه عايزين طالما واخد بالك الاميتر فيهم كلهم متوصل توالي مع البطاريه، يعني هيقرأ الاي توتال، وبالتالي لو عايز اقل تيار يبقى اكيد بتدور على اكبر مقاومه. سؤال سهل وحلينا زيه قبل كده. المقاومه دي طبعا هتتلغي ان دي توازي مع سلك فاضي، الاثنين دول توازي، 6 على 2 ب3، 3 زائد 1 يدي 4 ار. اعملها انت بقى بايدك، الكلام ده اشتغلناه 100 مره قبل كده. 12 ار و4 ار، 12 في 4 على 12 زائد 4 يدي 3 ار، ار وار يدي 4 ار. حاسس ان دي اكبر واحده مش عارف ليه. طيب بالمناسبه ار وار توازي، لو اشتغلت بقى بطريقه النقط او اي طريقه انت بتشتغل بيها، ار على الاثنين. طيب و4 ار و4 ار توازي، تمسح واحده وتعدي الرقم الثانيه ب2 ار. طيب خلي بالك بقى عشان ما تتلخبطش وانت جاي كده، دي كده تمام. التيار مشي كده لف. ايه ده؟ اصبر بقى كده، ده في حاجه شكلها تتلغي. يالا وسع يالا، اصبر يا، تعالى نعملها تاني اهو. امشي كده تك 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 هنا. طب حط نقط كده لو عايز تتاكد هي تتلغي ولا. حط نقط مثلا ب هنا برضو ب، وهنا برضو ب. الله، ده دي هتتلغي لان عليها سلك فاضي متركب معاها توازي، ومنه نلاقي ان دي الار بتاعتها ب2.5. حلوه دي، جميله دي بصراحه، ما كنتش شايفها من قبل كده. 4 ار وار 4 ار 2 ار وار يدي 3 ار. ما بقولك شكلها اول واحده بقى. طبعا ده سلك فاضي هيلغي دي، شفتها وانا بقرا السؤال، فيبقى لك ار بس، يعني اول واحده زد، فالدائره زد. ايه اللي بعده؟ مديك الشكل ده. الشكل ده بقى السؤال ده كوميدي جدا، سؤال كوميدي، لاني شفت ناس كتيره قوي حلته. يعني ايه، شفت حلول سيئه قوي بصراحه، ما اكدبش عليك، ما شفتش غير، يعني مش عايز اقول حلول كتيره، بس ايه كم، يعني شفت كذا واحد حلوا بنفس الطريقه وكانت طريقه سيئه قوي بصراحه. اقول لك اللي الطريقتين يعني وانت تقرر. والطريقه الثانيه يعني مش برضو مش بفرض على، يعني مثلا ساعات تقول لي يا مستر ما انت شفتها عشان انت مهندس وعامل لنا فيها بتاع. يا عم ولا عامل فيها حاجه، بس انت تشغل دماغك وانا بحاول اوصل لك انك تكبر دماغك، تشوف الكلام اللي محدش غيرك بيشوفه، انك تبقى مستواك قوي. مش ان انا بحل لك حل تعجيزي من سهولته انت ما تعرفوش، لا انا بجيب لك حل انت تجيبه. فاهم؟ يعني دايما هدفي حل انت تجيبه، مش مثلا بحل اسئله صعبه قوي بطرق سهله قوي فتحس اللي هو يا مستر ده انا عمري ما افكر في كده. لا، بجيب لك حاجات انت تفكر فيها، وانت دلوقتي اللي هتقيم نفسك في الموضوع ده. تعال نكمل. بيقول لك احسب لي نقطه بي، وقال لك السلك عمل دوران، وهنحسب المجال بتاع 2 عند بي، وبعد كده مجال ثالث مره عند بي. يعني كانه بيقول لك ايه، كان عندك 3 سلوك وقارني المجال بتاع كل واحد عند النقطه بي. طيب الحل اللي انا شفت الناس بتعمله، اول حاجه افترض مثلا المسافه دي باكس او بواحد او باي رقم. فاول حاجه لو جيت بصيت هتلاقي المجال بتاع واحد
ده فكك بقى من الاي والميو والاتنين باي، كل دول ثوابت بالمناسبه. عشان ايه؟ هو نفس السلك، هو السلك بيدور، فكل الحاجات ثوابت الا المسافه بس بتتغير. فتبقى 1 على اكس، ده اول واحد اللي هي ملفه ايه؟ عند نقطه رقم 1. مجال رقم 2 بقى، بص بقى الضحك بقى، قال لك 1 على المسافه. فطبعا المسافه هنا هتخلي بالك هتكون عامله كده، بتاخد النقطه العموديه، بتشد خط تنزل عمودي على السلك بتاع حضرتك، وتاخد المسافه اللي هي مين؟ اللي هي دي. يعني ايه؟ لو دي 30 درجه وده اصلا عمودي، يبقى دي كام؟ 60. فبدات اشوف بقى ناس يقول لك ايه، خلاص احسب لي المسافه دي يا مستر، دي هتكون ايه؟ دي قصاد الساين، فيبقى ساين 60 بتساوي المسافه اللي احنا بتاعتنا على الاكس، فتعمل الطرفين في وسطين، يبقى الدي بتساوي اكس ساين 60، ويروح يعوض هنا باكس ساين 60. تمام. وبعد كده يروح يعمل بيه 3. ده انا بوريك بس الحل، ده انا بوريك، ده حل كوميدي جدا اقسم بالله، انا ما شفتش كده. ده انا كنت والله كان هين عليا اكتب تعليق والله. فين رقم 3 اهو، تنزل برضو بخط ينزل على السلك عمودي لو شايف كده، برضو الزاويه دي ب 60 وكلها عمودي، يبقى دي ب 30 درجه. وبنفس المبدا دي اسمها اكس، فهتلاقي دي لما تعمل ساين 30 بيساوي، عشان انت عايز تحسب ده، فساين 30 المقابل على الوتر، المقابل عايزين نحسبه على اكس، وتلاقي برضو دي بتساوي اكس ساين كام؟ 30. وترجع هنا تقول بي 3 بتساوي 1 على اكس ساين 30. بالمقارنات بقى اعتبر الاكس فيهم كلها بواحد زي ما قلت لك، فتلاقي البي بتاعت 1 بواحد، هتلاقي الرقم ده بجذر 3 على الاتنين. اعملوا كده، اللي هي دي لما تعملها على الآلة، اعملها بس انت على الآلة، هتلاقيها طلعت ب 8 6 6 ولا ايه؟ تمام. وماشي، استنى كده انا عندي غلطة بقى، ولا انا ما عنديش غلطة ولا ايه السؤال المقرف ده؟ استنى يا عم. ده اللي فيه غلط، ساين 60 بجذر 3 على الاتنين، يبقى ده اللي انا حاسبه بس غلط على الآلة. 1 على ساين 60 بس صح كده، يساوي 1.15، وتعمل 1 على ساين 30 1 على نص ب2، فتلاقي ان بي 3 اكبر من بي 2 اكبر من بي 1. والله انا شفت الحل ده بتاع مثلا للامانه 6 مرات للامانه، وما عجبنيش طبعا، حل سوري يعني سوري، حل اكاديمي جدا يعني ايه، يعني مش هقول اكتر من كده. تعالى اقول لك الحل اللي انا وانت، واقسم بالله الطلبه عندي قالت لي يا مستر ايه الحل ده كله، مش محتاجين كل ده. والله يا ابني اقول لك عليه، في اسفل ما في السهوله. مش انت عارف ان المجال، احنا اصلا المجال عكسي مع المسافه مع ثبوت التيار؟ والله يعني من المنطقي السلك اللي انت قريب منه يعمل يبقى عند النقطه مجال عالي، والسلك اللي انت بعيد عنه يعمل مجال قليل. ازاي يا مستر يعني لو انا مش لاقطها بالتخيل والفهم؟ الكلام ده شارحينه والله قبل كده. لو انت قريب من الراوتر بتلاقي الكونكشن بتاعت الموبايل عالي، يبقى الشبكه عاليه لان المسافه قليله. طب المسافه لما تبعد الشبكات ايه؟ تافهه والله، تافهه يا ابني. طب اهو الطياره اهو، انت على البعد المسافه دي من غير بقى ما تبقى اي حاجه راجل ولا اي حاجه، المسافه دي كلها. طب لما تخيل السلك ده يبقى عامل كده، بص بقى المسافه بقت قد ايه؟ صغرت شويه. يعني تفتكر مين انهي اطول؟ لو سمينا اكس وسمينا واي، مين اطول؟ مين اقرب؟ واي قريب، يبقى اكيد مجال واي اكبر. طب بص بقى بالمناسبه، بص 3 بقى عامل ازاي؟ والله ضحك والله، بص 3 بقى عامل ازاي؟ شايف كده 3 بقى عامل مسافه قد ايه؟ ده 3 اقرب واحد للسلك، يبقى اكيد 3 اقوى واحد، اكيد 3 عامل اكبر مجال من غير حسابات اصلا، انسى كل الحسابات دي ولا تفكر يا ابني ولا تبص اصلا، اكيد 3 اقرب واحد. يعني انا بصراحه استغربت حل الناس قوي، 3 ده قريب قوي يا اسطى، يعني قريب والله قريب قوي، يعني اكيد اكبر واحد، اكيد اكبر واحد ومفيش غيرها اصلا. انت فاهم اللي انا بحاول اوصله لك؟ ما هو 3 ده قريب قوي، يعني ليه دخلت في الحسابات والاكشن؟ ماشي الحسابات حلوه مفيده وجميله انك تتعلم تعملها، مش بقول حاجه، بس ليه دخلت في الموضوع ده؟ ما تخش على طول تقول ده اقرب واحد وده تاني واحد القرب وده ابعد واحد، يبقى اكيد اصغر واحد، يبقى انت خلصت، عرفت اقرب واحد وعرفت اصغر واحد، خلصت. فاهم قصدي؟ فبرضه بالمناسبه يعني ده سؤال ايه شفته ما عجبنيش الحل بصراحه اللي شفته، ويعني والله اعلم حد حل الحل ده ولا لا، بس يعني دي من الحاجات الطرائف اللي شفتها. طيب بيقول لك اي الاختيارات التاليه صحيحه اذا علمت ان محصله المجال عند سي يكون عموديا وعلى مستوى الصفحه للخارج. طب هيبقى عموديا مع مستوى الصفحه للخارج شبه اي 2 ولا شبه اي 1؟ لو جيت بصيت على اي 1 تلاقي اي 1 عامل فعلا للخارج،
يبقى اي واحد يعني مجال، تعالى نعملها كده، يبقى اكيد اللي انا متاكد منه ان المجال بتاع السلك واحد او الحلقه واحد اكبر من المجال بتاع 2. فك بقى يا معلم القانون طبعا بتاع الحلقه ميو ان اي على 2 ار او منير. تعالى نكتبه مره، ميو ان اي على 2 ار اكبر من ميو ان اي على 2 ار. كان ممكن اقول لك يعني في ثوابت كتير قوي، بس ممكن نعملها واحده واحده. 2 ثابت ميو ثابت ان ثابت، 2 ثابت ميو ثابت ان ثابت، لان الاثنين حلقتان. فاضل لك اي على ار واي على ار، فده اي واحد اي 2. الار بتاع 2 او ار واحد بكام؟ بص كده، ار واحد للحلقه الواحد كل ده. طب كل ده قد ايه يا مستر؟ 2 ار. طيب الار الثانيه بتاع 2 بار واحده. وبالمناسبه تقدر تطير الار مع الار لان هو جهيل، او تفترض ان هي بواحد فيطيروا مع بعض في كل الاحوال. يبقى عندك اي واحد على 2 اكبر من اي 2. لو عملت طرفين في وسطين يبقى الاي واحد اكبر من 2 اي 2. سهله بصراحه ما فيهاش اي اكشن، حلينا زيها في كتاب الامتحان قبل كده. مقاومتها الداخليه مهمله متصله بمقاومه كهربائيه ار، وملف لولبي مقاومته الاموميه ار، ومصباح كهربي اكس، ومقاومه فتيله اذا احترقت فتيله المصباح اكس فان كثافه الفيض. واحد يقول لي المقاومه تقل فالتيار يزيد فتطلع تزداد. اجابه صحيحه، روح يلا. ليه روح يلا؟ بالراحه بقى، الكلام ده لازم تقوله مظبوط. يعني ايه؟ يعني مش اي حاجه تتحرق يبقى المقاومه تزيد. وارد المقاومه تقل، وارد يعني ايه؟ بالراحه، خليك بقى لماح بالله عليك عشان بس ما نلخبطش. وارد يبقى في اكشن كتير قوي، فانت المساله بمسالتها عشان بس ما تاخدش مني كلام ايه وتحفظه. لا، المساله بمسالتها، فلازم تفهم ايه اللي بيحصل بالله عليك. اول حاجه، التيار ده كان جاي يتجزأ، فبيتجزأ لهنا ويتجزأ لهنا. طيب بالمناسبه نقدر نقول ايه؟ تعالى كده نعملها الحل الصحيح 100%. اول حاجه، في حلول كتيره قوي، خلي بالك بقى عشان المسألة دي ليها شبيهة، ليها مسألة تانية شبهها بالظبط، مصباح كده، والملف بقى ايه؟ يبقى هنا اهو كده. مسألتين شبه بعض بالظبط بالمناسبة. وبرضه قال لك المصباح هنا يتحرق. لازم تبقى عارف بقى الفرق بين المسألتين دول، واعتبر دي جاية في امتحان آخر السنة. هنا برضه يقول لك المصباح يحترق وده في بي والار تساوي صفر. بالمناسبة تعالى نشتغل. الفي بي ده، الراجل ده لو اتحرق هتقول له يا مستر المقاومة تقل، او المقاومه ايه؟ حرقت المصباح فالمقاومه تقل، ولا حرقت المصباح المقاومه تزيد؟ اول حاجه انت حرقت، انت لغيت التوازي صح؟ مش الفرع اللي تحت والفرع اللي فوق توازي. لما تلغي التوازي المقاومه بتحصل لها ايه؟ انت اصلا هدف التوازي انه يقلل المقاومه، لما تلغي المقاومه تزيد. فتقول لي خلاص يا مستر التيار يقل، اقول لك عينينا الاثنين. فتروح فوق تقول لي خلاص يا مستر التيار يقل، برضو الكلام ده غلط. كل الكلام اللي انا بقوله ده غلط. كل الافكار اللي بتجيلك انا عارف انها بتجيلك، كل اللي انا بقوله لك ده غلط. ليه؟ الاصل انت عايز تعرف التيار حصل له فوق ايه، صح؟ طيب بالمناسبه البطاريه دي في بي ومقاومتها الداخليه بصفر. في بي ومقاومتها الداخليه بصفر، يعني التوازي ده ياخد في بي وده توازي ياخد في بي، والمصدر اللي في النص في بي. طب تعالى نسال هنا، المفروض الفي بي تساوي اي في مقاومه السلك اللي اتعمل ملف لولبي. هل البطاريه بتتغير؟ لا. هل مقاومه الملف؟ قال لك قصينا الملف، شلنا الملف، ما اعرفش عملنا ايه في الملف؟ لا. يبقى التيار اللي فوق عمره يتغير ولا حد يجي جنبه؟ مفيش اي تغير. والمثال ده قلنا عليه قبل كده في الشرح بتاعنا، ده زي النجفه. النجفه لمبه شغلتها الباقيين بيتاثروا ما بيتاثروش، كل لمبه في حالها. فاللي تحت اتحرقت اللي فوق ملهاش دعوه، زي لمبه النجفه. بص كده فوقيك تلاقي النجفه اتحرقت واللمبه اللي جنبها شغاله وزي الفل، ولا اضاءتها زادت ولا قلت. فدي فكره موجوده. طب دي تفرق ايه بقى عن الاسترشاد؟ ما انا بقول لك بقى الاسئله النهارده عاليه. لو انت عايز تعرف اقول لك يا معلم في شويه حلول كتير. اول حاجه ممكن تقول لي ايه المقاومه دي؟ خلي بالك دي الراجل ده ما بقاش قاري بطاريه، ده قاري فرق جهد اللي هو هيكون على الفرع كله كده. شايف؟ قاري الفرع كله، مش قاري هنا كان الفرع كله ما فيهوش غير بطاريه فالراجل قرا بطاريه فوق واموره تمام. انما هنا هيقرا فولتميتر، فتروح تشوف الفولتميتر ده يحصل ايه؟ في بي ناقص الاي الكليه في المقاومه اللي هي اللي بره دي اسمها ايه؟ تروح تسال بقى، لا المصباح اتحرق، مقاومه قلت ولا مقاومه زادت؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اتحرق يبقى زادت. بالراحه بنفكر، او اتحرق يبقى قلت. يا مستر ما قلت، طالما اتحرق يبقى نشيل ار. مش كده يا معلم، كده انت فاهم فيزياء غلط. المصباح ده متوصل توالي ولا توازي؟ تقول لي يا مستر لا ده متوصل توازي. اقول لك جميل قوي، هدف التوازي انه يقلل المقاومه. طب السؤال، اللمبه هنا
اتحرقت، يبقى انت لغيت التوازي. لما بتلغي التوازي المقاومه الكليه بتزيد، او المقاومه بشكل عام هنا هتزيد، لانك لغيت التوازي اللي هدفه يقلل المقاومه. يبقى انت كده لما تلغي التوازي يعلي المقاومه، يبقى المقاومه الكليه لما تزيد التيار الكلي يقل. ترجع بقى للمساله هنا، التيار لما يقل وفي سالب، يبقى اكيد حليت حاجات شبه كده، لما ده يقل وده سالب يبقى فرق الجهد ايه؟ يزيد. تعالى بقى نطلع فوق، الفي بتساوي اي في ار. بص الفرق بقى، المقاومه ثابته، المره دي الفولتميتر زاد، يبقى التيار يزداد برضه. يبقى ساعتها التيار يزداد ومنه المجال طبعا هيحصل له ايه؟ يزداد. اتفقنا. فرق دي عن دي ان دي ملهاش مقاومه داخليه او في مقاومه على الفرع اللي هي فيه. طب لو كان في مقاومه داخليه يبقى نفس حل ده بالظبط. ما انت عارف المقاومه الداخليه اصلا لو شطبت دي من هنا ممكن احطها كانها داخليه البطاريه، ان المقاومه الداخليه بيكون توالي مع البطاريه. انا والله عمال اراجع لك في الاسترشادي، بحاول اطلع لك كل المعلومات الممكنه من الدرس. طيب خلاص، يبقى تخلي بالك بقى في مقاومه هنا ولا لا. طب واحد تاني هيقول لي في حل تاني يا مستر، اقول له اه. ايه يا مستر الحل التاني؟ ان واحد يقول لي المصباح ده اتلغى، فالتيار بدل ما كان بيجي يتجزأ بقى بيطلع اغلبيته فوق. اقول له الكلام ده صحيح، اجابه صحيحه، فالتيار اغلبيته طلع فوق فالتيار زاد. اجابه صحيحه الا اذا في الحاله دي، ان ما هي في الحاله دي ما انت هتقول له مستر ما انا لغيت ده، ما انت خلاص اعتمدت الطريقه دي، فتقول له مستر ما انا لغيت ده فالتيار اغلبيته طلع فوق. اقول لك غلط، لازم تتاكد الاول المصدر ده، الملف او المصدر بشكل عام بطاريه بس داخليه ولا ملهاش مقاومه داخليه. اتفقنا؟ طيب يا مستر اعتمد انهي طريقه؟ الطريقه اللي احنا حليناها، تشوف الفولتميتر ده هيقيس ايه، زاد يبقى فوق هيزيد لان هم توازي، ثابت يبقى فوق ثابت لان هم توازي، وهكذا. قلت فوق وهكذا. اتفقنا؟ ممكن يركب لك بدل ما يقول لك المصباح يتحرق يقول لك مقاومه قلت، فالتيار مقاومه كليه تقل فتيار يزيد، تيجي هنا تلاقي التيار يزيد يبقى فولتميتر يقل، يبقى القرايه فوق تقل ومنه التيار يقل، وهكذا. السؤال ده جبار، على قد ما انا عارف ان في ناس اغلبيتكم او ممكن نقول 60% او 70% من الناس اللي مستواها جامد بتتفرج علينا حلت السؤال ده قبل كده، ما انكرش، ولكن السؤال ده ما يتعداش عادي. يعني ما ينفعش احله لك في دقيقه كده واقول لك بص دي تقل ودي تزيد، لان الكلام ده صح الا في حالات بطلعها لك ان هي غلط. الكلام ده ما ينفعش. فلازم لما تمشي بمعلومه تنطبق على الاسئله كلها، ماشي بمبدا ماشي بكل. اتفقنا؟ فتخلي بالك بقى من الكلام ده. والله انا بقول لك الاسترشادي بينزل ومستوانا كلنا بيعلى بما فيهم انا معاك، تلاقيني مستوايا بيعلى وبديك افكار بقى عاليه. قشطه. نخش على اللي بعده. سؤال 8 بيقول لك الشكل المقابل لايه الحاجات تسبب زياده محصله كثافه الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيارات الثلاثه عند مركز الحلقه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه في شويه ملاحظات، تبص على الرسم، الاثنين دول سلكين في نفس الاتجاه اكيد بينهم طرح، دي نقطه. تاني نقطه تاخد بالك منها ان السلكين دول دي نقطه التعادل بتاعتهم اساسا، يبقى السلكين دول ما لهمش وجود اصلا، مش مقصرين في المجال اللي هنا. طيب اول حاجه بيقول لك انعدام تيار الحلقه. ازاي هتعدم التيار يا هو اصلا ما فيش غير مجال الحلقه، لما تعدمه يا معلم اكيد ما مش هينفع، انت عدمته اصلا ما بقاش في مجال خالص. عكس اتجاه التيار المار في السلك اكس. تعال نجرب لو عكست التيار اللي في سلك اكس. بص يا سيدي اعكس كده بقى التيار ده عامل كده. طيب اول مره كان عندي مجال، خلي بالك بقى عشان دي صعبه شويه، الحلقه. تاني مره هيبقى عندي ايه؟ واحد هيقول لي ايه ده، دي بقت بينهم جمع يا مستر، بينهم جمع. اقول لك اه، فتزود المجال. اقول لك لا، ليه؟ لو خبي الحلقه كده كأن الحلقه مش موجوده اقول لك اه فعلا ده المجال زاد، لان كان الحلقه ما كانتش موجوده فكان اول مره بصفر، تاني مره بقى بجمع يبقى زاد. اقول لك صح كلام مظبوط. طب الحلقه دي هتفرق في الحل؟ اه تفرق. وهنا السؤال ده برضو سؤال شديد شويه، حلو قوي. ايه بقى؟ تعال نقول لو جيت عكست ده هتيجي تكتشف، شايف التيار الحلقه ده ماشي كده كده، في شويه نقط ممكن تاخد بالك منها، في طرق مختلفه كتير قوي لحل السؤال ده. ممكن اقول لك ده بص ده المجالات اصلا هتعمل مجالات عكس بعض. يعني ايه؟ يعني دلوقتي في المحصله الثانيه هيكون عندك مجال الحلقه نطرح منه مجال السلك اكس، نطرح منه مجال السلك واي. دي المحصله بالمناسبه، نكتبها عدل بس اهو كده. ما انت عندك مجال الحلقه عكسهم ايه؟ بص مجال الحلقه عامل اكسات، لو بصيت على تيار السلك عامل نقط، ولو شفت التيار السلك ده لما عكسناه هتلاقيه برضه عامل ايه؟ عامل نقط. يبقى ده عامل نقط وده عامل نقط وده عامل اكسات. لو بدأت بالحلقه
اللي هي الاكسات، يبقى ده عامل نقط وده عامل نقط، فطبعا يبقى واحده جمع والاثنين طرح، لان هما كلهم الاثنين السلكين عكس مين؟ الحلقه. طيب فطبعا ايه اللي يحصل؟ كان عندك الحلقه بس، كان عندك مجال الحلقه، رحت انت عملت ايه؟ شلت منه مجال السلك، رحت شايل منه مجال ورحت قاطع منه كمان مجال. يبقى اكيد لما كان عندك الحلقه اللي هي ب 100 رحت شايل من 100 20 وكمان 20، يبقى طبعا الرقم يقل. فالاجابه دي خاطئه. سؤال جبار. هو بيلعب على ايه هنا في الاجابه دي؟ بيلعب انك لما تقول اعكس يا مستر يبقى جمع زادت. لا يا معلم، الكلام ده صح امتى؟ لو ما كانش الحلقه موجود سلكين فعلا. انما هنا السلكين كان عندك الحلقه ب 100 اول مره ب 100 وتاني مره برضو الحلقه ب 100 ما اتغيرتش، بس بدل ما بقى ب 100 بقيت اشيل منها 20 وكمان 20، يبقى طبعا الرقم يقل مش يزداد. سؤال جبار. تحريك السلك واي ناحيه يمين الصفحه. اديني اموت في الفيزياء واسئله الفيزياء الحلوه. خلينا بس كده، احنا بنحسب محصله المجال فين يا معلم؟ عند النقطه سي. طب الراجل ده لما يروح بعيد ناحيه اليمين، خلي بالك عشان السؤال ده ممكن فيه بعد يجي لك في اخر سنه يقول لك راح شمال، فانا لو فهمتك هو راح يمين عمل ايه، لما يجي لك راح شمال تبقى انت فهمتها. لما راح يمين هو كده عمال يروح فين؟ بيبعد، يبقى المسافه تزيد، وانت عارف ان المسافه لما بتزيد المجال ايه؟ بيقل. كل ما بتبعد عن الراوتر الشبكه بتقل. افتكرها كده لو عايز، مش عايز تفتكرها. طيب لو عايز تحفظها، البي كانت عكسي اللي هي اي على الدي، فالدي عكسي، فالمسافه تزيد المجال يقل. ده لو انت عايز ايه حفظ يعني من القانون. طيب يبقى المجال يقل. مين اللي مجاله يقل؟ ما هو اللي بيبعد واي، يبقى مجال واي يقل. طب ما واي دي طرح فيها سالب، يبقى المجال الكلي يزداد. سؤال جبار جبار، تعبني السؤال ده. يبقى انت عندك مجال حلقه، نشيل منه مجال سلك اللي هو اكس، نشيل منه مجال واي، ده مين؟ ده المحصله الكليه. طب لو انت مسكت مجال واي وقللته وفي اشاره سالب، فمجال التوتال يزداد. طبعا عكس التيار في الاتجاهين، في الاثنين مش هيأثر اصلا تاريخ. لان هتفضل برضو ايه، لو عكست الاثنين مع بعض هيفضل نقطه التعادل، فمالوش تاثير بالمناسبه. بيقول لك ايه؟ يكون اتجاه محصله المجال الناشئ عن التيارين ايه. طب اشوف الاثنين عكس بعض ولا مع بعض. السؤال ده شويه واحد شبهه جه السنه اللي فاتت، وكان اصلا الاثنين في نفس الاتجاه فما اضطريناش نحسب. فالراجل ده عامل كده اكسات والراجل ده عامل نقط، يبقى السلك عامل نقط والحلقه عامله ايه؟ اكسات. طب تعالى نحسب كل واحد بقى، لان دي نص حلقه ودي سلك وبتاع، فحوار وتيار السلك اكبر فوارد تبقى الارقام مختلفه. 2 اي على 2 باي، والمسافه من السلك طبعا دول مماس، فالمسافه هتبقى نفس نص القطر. مجال الحلقه ميو ان في الاي على 2، فينا ميو بالمناسبه، على 2 ار. شو شيل بقى الثوابت وقارن الاثنين ببعض. الميو ثابت، الان حلقه، التيار ده رقم ثابت، والار لا. الاي ثابت، الميو طيرناه، ال بس كده، والار ثابت، والاثنين مع الاثنين. لا ده انا عندي غلطه. اوبا استنى يا مستر، ايه بقى الغلطه يا مستر؟ دي نص حلقه يا مستر. الله عليك يا مستر، وانت بتلقط الغلطه فين؟ الله، دي نص حلقه يا مستر. نشيل تاني الميو قصاد الميو، والاي قصاد الاي، والار قصاد الار، والاثنين مع الاثنين، لان دول في الضرب وفي القسمه الاثنين مع بعض. احسب كده 1 على باي على الاله، 1 على باي تدي 318 من 1000. دي احسب دي، يبقى دي بربع. اوبا، ده مجال السلك طلع اكبر، ودي من المفاجآت ان مجال السلك يطلع ايه؟ بيطلع في الغالب بيطلع اقل، ولكن هنا لما جينا حسبنا الحسابات طلع اكبر. ليه؟ لان تيار السلك اول حاجه اكبر، تاني حاجه المسافه نفس المسافه، تالت حاجه دي مش حلقه كامله، دي نص حلقه. يبقى نطلع زي السلك، السلك عامل نقط، يبقى للخارج. ماشي. بيقول لك السلك كذا ولهما نفس مساحه المقطع. خلي بالك ده سلكين من نفس الماده، رو اي ثابته، دي الاطوال ودي المساحه ثابته اللي هي سمك السلك. لف كل منهما على ملف دائري ار ثابت، وصل كل منهم مصدر كهربي في برضه ثابت. فإن النسبة، ابدأ من القانون. أنت طالب عندي تعلم، أول ما أقول لك نسب تقول لي يا مستر نبدأ من القانون، ميو إن أي على 2 ار، لأن ده ملف حلقة. نشيل الثوابت يا مستر، أقول لك هنا الاتنين، أنت راجل بتفهم وبرنس. الميو ثابت، 2 ثابت، الأي فكها لفي بي على المقاومة. طيب قال لك على شكل ملف دائري نصف قطره ار، فالاتنين نفس نص القطر بالمناسبة.
طيب الفي بي الاتنين متوصلين بنفس الماستر. طيب الكلام ده كنا قلناه قبل كده بالمناسبة، بس لو عايزنا نعمله تاني نعمله. ممكن نفك الار بتتفك لو انت مش عارف لرو اي في على الاي مقام المقام بسط. قال لك فوق مساحة ثابتة والرو اي ثابتة والطول مختلف. طيب ورجع قال لك تاني ان الطول اصلا بيتفك لو انت عارف الطول لما تمسك سلك مستقيم تلفه على هيئة ملف دائري بيبقى 2 باي ار في عدد اللفات. تروح فاكك دي 2 باي في الار في عدد اللفات، وستفاجأ اكتشاف جميل قوي. الاتنين ثابت والباي ثابت والار اللي هو نص القطر قالك الاتنين على نص قطر فثابت نفس نص القطر، وعدد اللفات يطير مع عدد اللفات، فتكتشف اكتشاف ممتع ان كل حاجه طارت مع بعض وبقى لك واحد على واحد. ما انا بقول لك الامتحان جبار، الامتحان جبار لو انت معاك حد كده ايه يظبط لك ويطلع لك التفاصيل الصغيره اللي تعلي مستواك. مش بطبل لنفسي بس انا بروق عليك. خش يا مستر. اذا كانت كثافه الفيض عند بي يبقى الراجل ده عنده كثافه الفيض بي نحسبها. المعطى الاساسي ما تشتغلش غير لما تشتغل بالمعطى على طول. كثافه الفيض بي دي منطقه طرح ودي منطقه جمع، اشتغل على طول. البي تساوي ميو فكك من الاي دلوقتي، ميو على 2 باي افتح قوس. لا انت زعلان مني صح؟ زعلان، بحسك لما تبقى زعلان. خش يا معلم. ميو اي على 2 باي دي زائد ميو طبعا 2 اي بقى عشان السلك التاني 2 باي والمسافه دي كلها 2 دي. اشتغلنا الكلام ده قبل كده في كتاب التفوق. ميو في الاي على 2 باي خليها على 2 باي دي ماشي، يلا على 2 باي دي خدناه عامل مشترك. ميو في الاي على 2 باي دي كل ده طار منه واحد. ميو اي على 2 باي دي و2 مع الاتنين برضو واحد، يبقى واحد زائد واحد اللي هي ب2. خليها كده بقى، خليها كده حاليا. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. القوة المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال يبقى ال بواحد، والقوة المغناطيسية بين سلكين فهي قوة متبادلة فتبقى الاف بتساوي ميو اي واحد اللي هي باي، اي 2 ب2 اي، ال اللي هي بواحد قال لك وحدة الأطوال على 2 باي دي. بص بقى عشان هنقارن المعادلتين ببعض. ميو بالراحة بقى عشان ما نتلخبطش يا مستر. كده كده الاتنين دي تطير مع الاتنين دي بالمناسبة. وبالمناسبة 2 زائد 1 زائد 1 بكام؟ ب2. و2 في المقام و2 في البسط، ما ينفعش يطيروا مع بعض. ينفع يطيروا مع بعض. يبقى بص بقى اتبقى لك ايه؟ ان البي بتساوي ميو في الاي على باي في الدي. ارجع بقى هنا شيل كل ميو في الاي على باي في الدي وتحط مكانها بي. ميو في الاي على باي في الدي وتحط مكانها بي. بقى لك البي في الاي. عايز نعملها بالراحة عننا الاتنين اهو. احنا طيرنا كل حاجة. ميو في الاي باي في الدي اهي، يبقى ده كله بمين؟ ببي. والاي ما حدش جه جنبها تنزلها زي ما هي، يبقى اي في البي فتكون الاجابه هي الف. الاشكال التاليه تؤثر قوه مغناطيسيه مؤثره على سلك من مجال مغناطيسي موازي للصفحه جهه اليمين. طيب قوه مغناطيسيه فليمنج لليد اليمنى ولا فليمنج لليد اليسرى؟ المشكله معيش قهوه اشربها، انا عايز قهوه بس صايم. فليمنج لليد اليمنى ولا فليمنج لليد اليسرى؟ تروح تسال هو انت ياما مستحثه ولا قوه مغناطيسيه عادي؟ تقول لك انا مستحثه ولا اعرف منين؟ ده السؤال اللي انت سالته دلوقتي صح؟ هقول لك بقى تعرف منين. مستحثه يعني ايه؟ ما انت لازم تبقى فاهم. مستحثه يعني تولد كهرباء وهي مش متوصله في الكهرباء. تولد كهرباء، حصل تغير فتولد منه كهرباء. طيب جيت بصيت على الرسومات، ما انت راجل بقى بتفهم، لقيت فيه تيار اصلا. هو كده تولد ولا هو اصلا موجود؟ موجود. يبقى دي القوه العاديه. كان الشرط بتاع القوه العاديه ايه؟ يبقى عندك البي مجال خارجي بالاضافه ان في تيار موجود يحرك السلك، فلقينا السلك ساعتها هيتحرك، وكان القانون بتاعها بالساينس يطول. الكلام ده كله موجود على المنصه بس انت اللي مش عايز تسال الاشتراك. ماشي خش يابا كده. تعال نعمل مثلا اي واحده. انا بحب اعمل اللي عليها اكسات دايما تكون اسهل واحده. انا بعمل بالمناسبه انا ماسك ايديا اليمين لو واخد بالك. الشمال يا مستر بعد اذنك. حاضر. دي كده غلط، و دي برضو غلط. ب غلط.
طيب تعالى كده نجرب ده، وجيم غلط. دال بقى كده اهي، دال. اعمل بقى دال بايديك الشمال تلاقيها ظبطت اهي. طير لي تحت الثلاث صوابع دول ناحيه المستر، الاكس للداخل يبقى الناحيه دي. مظبوط. قام طالب بتحريك مغناطيس نحو ملف لولبي متصل بجلفانومتر حساس، وتركوا يستقر في منتصف الملف، فانحرف مؤشر الجلفانومتر لحظيا. ده كده حصه اي ام اف مستحثه يا مستر. ودي شبه المساله اللي كنت بتجيلنا دايما، يجيب لك مغناطيس كده يقول لك ده ان واس، والمغناطيس ده جاي بسرعه 3 في وسرعه 2 في وسرعه في ومش عارف ايه، وشوف المؤشر انحرف قد ايه. فكنا دايما بنربط المؤشر انحرافه باعلى سرعه، لان الاي ام اف والسرعه كانت علاقه طرديه بالمناسبه، وطبعا دي السرعه النسبيه كمان. توقف المغناطيس عن العمل كمصدر لمجال مغناطيسي. ليه يا عم هيتوقف؟ ليه؟ ريح، مفيش، المغناطيس اصلا ملوش دعوه بالموضوع ده. انعدام قوه الجذب بين المغناطيس والملف. لا، ما هو هو راح ناحيته. بص عشان تفهم الحكايه دلوقتي، ده ماوس بالمناسبه، وده المغناطيس، اعتبرت بقى المغناطيس وده الملف. فانت قال لك التغير ايه؟ هو رايح ناحيته، كان في تغير حصل، الراجل انحرف، معنى كده ان اتولد تيار اللي هي قوه دفع كهربائيه مستحيل. طب ما هو جنبه، هو لازق فيه بس ما فيش تغير، هو لازق بس ما بيتحركش. فهل ده معناه ان المغناطيس مش شغال؟ لا شغال. بس هل معناه ان في ام اف مستحثه؟ لا. ليه؟ لان ما فيش تغير، بس المغناطيس وهو شغال، ما هو شغال، هو قريب منه، ما هو بيقرب ناحيته، فاكيد قرب، يبقى اكيد المغناطيس شغال. بس هل في ام اف مستحثه تولد كهرباء فالمؤشر ينحرف؟ لا. يبقى دي ما تنفعش. انعدام السرعه النسبيه بين المغناطيس والملف. قول لي بقى، قول لي، هو ده الكلام؟ مش قلت لك بقى لما السرعه النسبيه تنعدم يعني ما بقاش في سرعه، يبقى ما فيش تغير، يبقى ما فيش اي حاجه خالص، يبقى ما فيش ام اف مستحثه، يبقى ما فيش تيار مستحث اللي هيقيسه طبعا الجلفانومتر. حلو، سؤال حلو. نخش على بقى. حلقتان دائريتين اكس وواي مصنوعان من نفس الملف، حيث قطر الحلقه اكس يساوي قطر ضعف قطر الحلقه واي، 2 دي واي. بالمناسبه عشان بس ما بيعرفش يطلع المعطيات دي، قطر اكس اهو، ضعف 2 قطر واي اهو. موضوعتان عموديا ساين 90، تتغير كثافه الفيض بمعدل ثابت، يبقى الدلتا بي على الدلتا تي ثابته. تمام. فالاختيارات الاتيه صحيح. طيب خلاص، اي ام اف مستحثه، القانون بتاع الاي ام اف المستحثه بشكل عام طول الوقت ودايما الاي ام اف ان دلتا فاي على دلتا تي. طب ما تنجز بقى مستر، ما تقول لنا، ما هو المساحه في المجال في ساين سيتا اللي هي موضوع عموديا ساين 90 على دلتا تي. طب الراجل قال لك التغير في المجال، يبقى حطها في المجال. وكمان قال لك تغير المجال ثابت اهو، ثابت. والان الاثنين قال لك حلقتان دائريتان اكس واي مصنوعان من نفس الماده. طيب حيث قطر اكس اكبر من قطر واي. طب ما قالش حاجه على الحلقه يعني. حلقه، ايه ده انا بقول ما قالش حاجه على الحلقه، لقيته بقول حلقه. يا ابني حلقه يعني الان بواحد. مستر في ايه؟ ده انا افتكرته يعني ملفين يعني، ماشي سرحت. طب ما المساحه بتتفك لباي ار تربيع، والباي ثابت مش هناخده في النسب، يبقى ليه ام اف طردي مع نص القطر تربيع. فلو قلت ام اف واحد او ام اف اكس على ام اف واي تكون ار اكس على ار واي، ولكن الكل تربيع. عوض يا مستر. حاضر. الاي ام اف اكس طبعا انت عارف ان نسب الاقطار هي مش نسب، هي نفس نسب انصاف الاقطار. ايه اللي مش نسب دي؟ يبقى الار اكس بتساوي 2 ار واي بالمناسبه. الاي ام اف اكس هو عايزها بالنسب، ماشي، فاكس على واي، اكتبها واي بقى، انا مش عايز انجز في الوقت. الار اكس تربيع بكام؟ الار اكس تربيع هي ب 2 ار واي على ار واي، طير الار واي مع الار واي ما تنساش التربيع، يبقى اكس ام اف اكس على ام اف واي تساوي 4 على 1، فتبقى الاي ام اف اكس بتساوي 4 ار وام اف واي. اكتبها بقى انت اي ام اف، انا مش هقعد اكتب. سهله سهله، حلينا شبهها حلينا شبهها. نخش على اللي بعده. بيقول لك ملف ايه؟ مجال مغناطيسي توليد قوه دفعه كهربيه مستحثه باليمين، مستحثه باليمين. يا رب يا رب، عشان اما ارجع اسالك واقول لك المستحثه في الاسترشاد اللي جاي باليمين ولا بالشمال، امانه عليك ترد. افتكر كده، مستحثه باليمين. ماشي. بيقول لك انهي واحده تدي نفس الحاله المماثله. ماشي يا عم خلاص. ده الطول وده السرعه بي ال في يعني بالمناسبه، وساين 90 خلاص تمام. عايز ايه يعني؟ مش فاهم. هنبدا بقى نشوف الحسابات. بي في ال في في 2 في نص بواحد، بي ال في. تمام دي تمام.
طب دي صح يعني ولا ايه؟ طب ايه الجنان ده بقى؟ ده هنا بص عشان تاخد بالك انا متجنن ليه. دلوقتي المجال اكس واكس. طيب تمام. طب ازاي ده طالع لفوق وده نازل لتحت من غير ما نعكس اتجاه المجال؟ طبعا دي غلط حتى لو الحسبه صح. طب 2 في 2 ب4، لا احنا مطلعينها بي ال في بحت بس. 2 في 2 ب4، صبح صبح مفيش غيرك. نص في 2 بي ال في، الله اكبر. وعكس اتجاه المجال فعكس اتجاه السرعه، الله اكبر. طبعا كان اكسات فالحركه كانت لفوق. بقى نقط عكست اتجاه واحد، الكلام ده قلناه على المنصه على فكره. عكست اتجاه واحد يبقى لازم الاتجاه التاني برضه يتعكس. فيبقى ده تمام. حلو الحمد لله ماشيين حلو ومظبوط تمام. بيقول لك الاتجاه فان النقطه التي لها جهد اعلى. طبعا لازم تعرف الاتجاه. الراجل ده بيبعد، لينز يقول له ايه؟ انت بتبعد. لينز يقول له قربه. قربه يعني قوه تجاذب ولا تنافر؟ ها تجاذب. يبقى يحط له ان هنا. ان ايه يا مستر؟ يحط له اس وهنا ان عشان يعمل تجاذب يا مستر. عشان يعمل تجاذب ان واس او اس وان ماشي. يبقى بيبعد اقربه. لينز يقول لك قربه. قربه يعني ايه؟ اي ام اف مستحثه تقربه يعني قوه ايه؟ قوه تجاذب. طبعا الان بايدك اليمين ترشق الصباع الكبير مع الان تلاقي الاربع صوابع طالعين لفوق. سهله بقى الاسهم لفوق فوانت نازل الاسهم لتحت. طبعا اكبر واحد هو واي اي بي اكس. هل مكتوبه كده ولا اكبر واحد واي يعني؟ لان على ما يجي التيار هيخسر شويه من المقاومه دي وشويه. طبعا الاي ام اف يعني بتكلم كفرق جهد. طبعا التيار ثابت انما اللي هيخسر مين؟ الفرق جهد. فالفرق جهد ايه؟ يقعد طول ما انت ماشي كده ايه؟ يقل في اكبر واحد هو. او عايز تفهمها اكتر اعتبر دي بطاريه ودي اول البطاريه تمشي برضه. الشكل المقابل ينزلق في مجال مغناطيسي على شكل كذا. نقطه واحد اعلى من جهد النقطه 2. يعني التيار ماشي كده يبقى ماشي بالشكل ده. هو عايز ايه بقى؟ قال الاختيارات التاليه طيب الراجل ده قوة عادية ولا مستحثة؟ يا ابني هو متوصل بالكهرباء، هيجيب كهرباء منين غير لو هي مستحثة بسبب ان السلك اتحرك؟ تبقى اي ام اف مستحث. ما انا بقول لك والله هو مش لازم يقول، انت تفهم. اجيب كهرباء منين؟ ما اي ام اف مستحث يبقى باليمين كده. لا اصبر بقى. او كده نفعت اهي. بص كده الحركة كده يمين، التيار جاي ناحيتي يبقى خارج من الصفحة، عمودي على الصفحه والى الخارج. طب يا مستر ما عندكش التركايه كده الحاجات البايخه دي؟ اقول لك اعكس اتجاه مين؟ اعكس اتجاه الاثنين. والله والله اعكس اتجاه الاثنين كده بس هتطلع نفس الحاجه برضه. هتبقى بايخ والله. استنى كده لو عكسنا ده كده وعكسنا، تعالى كده نجرب القوه كده. بص بقت اسهل والله، بقت اسهل ايه. طبعا يعني بالمناسبه عشان الناس اللي ما تعرفش الكلام ده، طبعا الطلبه اللي عندي واللي بيتحل معايا كتاب التفوق حتى لو مش عندي، واللي بيحل معانا على المنصه برضو اللي عندي عارف الكلام ده كله. والكلام ده موجود في المنهج يعني لو انت مش عارفه ففي مشكله. لو عكست اتجاه المجال يعكس اتجاه، يعني لو هما 3 اتجاهات لو عكست واحد لازم تعكس واحد كمان. ليه؟ لانك لو ضربت في سالب او هما خلينا ما نعملهاش كده اف والبي والاي، عندك 3 اتجاهات. لو ضربت القيمه في سالب يبقى انت عكست الاتجاه. طب لو ضربت في سالب في سالب، سالب في سالب بموجب، يبقى عكست الاتجاه ما عكستش الاتجاه. يبقى انت مثال السلك ده احنا عملناها على فكره باليمين طلعت لفوق قبل ما نعكس. طب لو جيت عكست، احنا قلنا التيار نازل لتحت اعكسه خليه لفوق، والقوه ماشيه يمين كده انت مبوظ الرسمه لحد دلوقتي. اعكس ده كمان القوه تبقى شمال كده انت ظبطت الرسمه. ليه؟ عكست حاجتين يدي نفس الناتج. لو جيت اشتغلت باليمين القوه اهي والتيار لفوق ناحيه الكاميرا اهو، يبقى المجال الى على. ادينا براجع يا عم، بروش وبراجع يا عم، انت زعلان ليه؟ طيب يوضح الشكل ملفا ابتدائيا يتصل بطاريه قوتها دفع كهربائيه 10 في بي مهمله المقاومه الداخليه والريستات مقاومه متغيره، بينما يتصل الملف الثانوي بطاريه قوتها دفع كهربائيه في بي ومصباح. فاذا قلت قيمه المقاومه المأخوذه من الريستات يتولد قوه دفع كهربائيه مقدارها 3 في بي في الملف الابتدائي، بفرض ان معدل الزمن للتغير الفيض المغناطيسي ثابت. اول مره يقول الجمله دي على فكره. الذي يقطع الملف الابتدائي يساوي المعدل الزمني للتغير في الفيض الذي يقطع الملف الثانوي. انا بتكلم عن الجمله دي ايوه. فان شده اضاءه المصباح تزداد كم مره ولا تبقى ثابته؟ طيب معانا شويه اكشن. اول حاجه المواضيع دي كلها لازم ولازم تبدا تفهم فين التغير، مين الراجل الابتدائي ومين الثانوي، مين اللي هيتولد فيه الاي ام اف المستحثه وهتتولد بمقدار قد ايه. لازم الكلام ده كله تبقى فاهمه ومرشقه على الرسمه. الابتدائي اللي بيحصل فيه التغير ده الابتدائي. الثانوي هيبقى اكيد التاني.
دي اول نقطه. تاني نقطه، ايه التغير اللي حصل؟ لازم تقوله. قال لك اذا قلت قيمه المقاومه الماخوذه، يعني المقاومه قلت، وبالتالي التيار يزداد. اوبا، قفشت التغير. لما التيار يزيد لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. هقول تاني كانك ما تعرفش. بص بقى يا سيدي، قال لك قللت المقاومه الماخوذه، فالمقاومه قلت، فالتيار زاد. اقفش بقى. التيار لما يزيد لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. يبقى طبعا التغير لما لينز يقول لك ايه؟ لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. خش بقى معايا. اول حاجه لازم تعرف التيار الاصلي. التيار الاصلي جاي كده، فجاي من ورا كده، ده التيار الاصلي. طيب بالمناسبه اعمل التيار الاصلي بتاع اللمبه برضو، فهو عامل كده. تمام كده، انت خلصت التيارات الاصليه، فانت في الخطوه دي انت تمام معايا زي الفل. التغير الدلتا، التيار هنا ده الابتدائي. الاي ام اف المستحثه تتولد في الملف الثانوي. طب تتولد هيبقى اتجاهها لفوق ولا اتجاهها لتحت؟ الراجل قال لك لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. بالراحه عشان ما تتلخبطش معايا، لازم ابقى مفهمك كل كلمه. عكس مين؟ عكس التيار اللي في الابتدائي. يعني مش عكس التيار اللي في الثانوي، لا، عكس التيار اللي في الابتدائي. ما هو الابتدائي عمل تغير، فاي ام اف مستحثه مثلا التيار زاد، فلينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. عكس مين؟ عكس الابتدائي. يابا ركز بالله عليك لا يغفلوك. عارف السؤال ده كان يبقى مرعب امتى؟ لو كان عمل البطاريه كده. ساعتها هيبقى اسهم الراجل ده بالمناسبه لفوق، فتروح بقى تقول عكسه مين؟ تروح عامل الاسهم عكس ده يابا، عكسه عكسه. غلط كده، انت بتعمل عكس الثانوي. يبقى الثانوي عكس الثانوي، كده انت بتتجنن. نرجع تاني يا مستر معلش عشان ما نلخبطش، خلينا في نفس الفكره. يبقى انت تعمل الاتجاه الاصلي هنا والاصلي هنا. لما لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. او لما المجال يقل او التيار يقل، لينز يقول لك زوده، اعمل زيه. في الحالتين دول بتشتغل على حسب التيار اللي في الابتدائي، على حسب الابتدائي. نعيد تاني بقى يا مستر. لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. عكس مين؟ الابتدائي. يبقى الابتدائي اسهمه لتحت، يبقى الثانوي اسهمه لفوق المستحث. طيب من الواضح ان التيارين بالمناسبه عكس بعض، فلما يكونوا هي مش هتفرق في الحاله اللي احنا فيها في المساله، بس اوريك ان المساله كانت ممكن تصعب عن كده. طبعا هنا التيارين عكس بعض، يبقى انت هتعمل ايه؟ البطاريه دي بفي بي بالمناسبه، وقال لك فاذا قلت قيمه المقاومه الماخوذه من الريوستات يتولد قوه دفع كهربيه مستحثه مقدارها 3 في بي في الملف الابتدائي. ركز معايا بقى عشان دي قويه وصعبه جدا. اتولد اي ام اف مستحثه في الابتدائي. طب اللي المستحثه اللي اتولدت في الابتدائي دي اتولدت مين؟ ازاي يا مستر اتولدت في الابتدائي؟ الحث الذاتي. اوبا. وده الحث المتبادل. اوبا. ايه ده؟ يعني اتولد حثين، حث ذاتي. السؤال ده هو الاقوى، ومش الاقوى بغلاسه، الاقوى والاجمل. ما فيهوش خطوات رياضيه خالص. سؤال ما فيهوش غير هنا. ده انت هنا اصبر بقى عشان السؤال ده محتاجين نخلصه. يبقى نعيد تاني. اتولد في الملف الابتدائي اي ام اف مستحثه بسبب الحث الذاتي. ما التغير حصل في الابتدائي واتولدت المستحثه في الابتدائي، يبقى ده نفس الملف، يبقى ابتدائي يبقى حث ذاتي. بيسألك على الحث اللي حصل في الثانوي، يبقى اكيد بالحث المتبادل. طيب الشكل ده بالظبط الراجل علّى المسألة دي أنا مش عايز أقول لك أول مرة أشوفها، ولكن جبارة. المسألة دي لو أنت قلت عليها أول مرة تشوفها تبقى أنت أصلا مش فاهم مين؟ مش فاهم المحول. إيه ده؟ هي دي مسألة محول يا مستر؟ مسألة محول. ربطها بالحث الذاتي والحث المتبادل، يبقى ربط الدرس الرابع بالدرس الثاني في الفصل الثالث. سؤال جبار. ما هو اصلا انت لو رحت شفت المحول هتلاقي نفس المبدأ بالظبط، تقريبا نفس المبدأ. ملفين. ركز بقى معايا والله العظيم، الكلام ده مستويات عليا. السؤال ده مستويات عليا، السؤال ده جبار. ده يجي ده في اخر السنه يجيب درجتين، ما يجيش بدرجه واحده. ملف ابتدائي وكان يتوصل هنا بمصدر متردد، وده ملف ثانوي يتوصل بقى بلمبه زي ما يتوصل.
كان ايه اللي يحصل يابا؟ نقول ان ده حصل هنا تغير. اذا كان مصدر بطاريه فمثلا قفلنا المفتاح فتحنا المفتاح علينا المقاومه قال لنا اي تغير، او يبقى متوصل بمصدر متردد اللي هو تغير برضه. فتروح عامل ايه؟ يقول لك الراجل ده بيتولد في اي ام اف مستحثه بسبب الحس الذاتي، والراجل ده اللي على اليمين يتولد في اي ام اف مستحثه بسبب الحس المتبادل. لا انا اشعر الان بجنون العظمه. تنزل تكتب لي كومنت وتقول لها مستر ايه السؤال الحلو ده؟ يا عم يقول بقى ايه السؤال وايه الحل الجامد ده؟ قول بقى ظبطنا بقى. يبقى ده كده حس ذاتي وحس. انا على فكره شرحت لك المحول بالمناسبه واحنا ماشيين في السكه، تكتشف ان الرسمه دي رسمه محول، نفس الشكل نفس كل الخصائص. الفرق الوحيد في البطاريه، والبطاريه دي يا معلم ايه اللي حصل؟ عمل لك تغير، يبقى كأن في مصدر متغير او حصل تغير. هو طبعا مصدر ثابت بس المصدر المتغير وصلنا للاي ام اف مستحثه، وده اللي احنا عايزين نوصله. يبقى ده كده كأنه محول. يبقى عايزين نسأل السؤال بالراحه بقى مستر، عشان مستر اتحمس شويه وجاله جنون العظمه. المصدر هنا اتولد اي ام اف مستحثه قدرها 3 في بي. هل هيجي عند الثانوي وهيتولد 3 في بي برضه؟ لا يابا. ليه؟ لان الاتنين مش نفس عدد اللفات. ده ايه ده احنا كده كأننا في المحول بقى. مش انت عارف المحول لو الاتنين نفس عدد اللفات خلاص يبقى كده ايه؟ فرق الجهد هنا هو فرق الجهد هنا. انما في المحول لو عدد اللفات زاد فرق الجهد يزيد. فاكر الكلام ده؟ والتيار يقل والكلام الجامد ده كله. خش معايا بقى يابا، خش معايا اكتب القانون يا مستر ايه في مستحث هنا. هتلاقيك غصب عنك بتثبت قانون المحول اللي هنطلعه دلوقتي. بس انا عايزك تبقى معايا دلوقتي، ركز بقى بعد ما انت فاهم ان احنا هنوصل للمحول. الاي ام اف هنا ان دلتا فاي على دلتا تي، والاي ام اف في الثانوي ان ثانوي دلتا فاي على دلتا تي. استفاجأ انك بتعمل اثبات المحول وانت مش واخد بالك. ما انت لو رحت قسمت الابتدائي، قسمت المعادلتين على بعض، تعالى كده نعملها في الواسعه هنا. امسح بقى الخطوه ده يا مستر كده. هتلاقيك عملت اي ام اف ابتدائي على اي ام اف ثانوي يساوي ان ابتدائي دلتا فاي على دلتا تي، ان ثانوي دلتا فاي على دلتا تي. واذ تفاجأ، اخر جمله اقرا معايا كده اللي انا معلمك عليها، بفرض ان المعدل الزمني للتغير في الفيض يساوي المعدل في الملف الابتدائي يساوي المعدل الزمني للتغير في الفيض في الملف الثانوي، وده اثبات الملف المثالي ان ده هيطير مع ده. وتفاجأ ان ده نفس قانون المحول اللي هي الام اف بي اللي هي في بي على في اس. ايه ده؟ في بي على في اس ان بي على ان بس. ما انا حافظ اصلا القانون ده يا مستر. ما ده قانون المحول اللي انت اثبته من مساله حس ذاتي وحس متبادل. ما هو اصلا المحول كان مبني على الحس الذاتي والحس المتبادل. المحول بقى فكرته الاساسيه الحس المتبادل، انما الملف الاولاني كان بيحصل فيه حس ذاتي والملف الثاني كان بيحصل فيه حس متبادل. السؤال ده تحيه للوزاره، اجمد ناس. انا ما اعرفش حد بصراحه بس يعني ايه اجمد ناس واحلى تحيه. السؤال جبار عظيم عظمه عظمه عظمه. يبقى تروح تبقى تسال انا عايز الحس، انا عايز اسال على الاي ام اف المستحثه في الثانوي ولا في الابتدائي؟ في الثانوي. طب هو مديني الابتدائي، اروح انا عامل ايه يا معلم؟ اروح انا رايح عند الثانوي وحاسب عنده بقى ايه القانون بتاع. خلاص بقى ممكن نعمل ايه؟ ممكن نفضي حته كده من هنا. خلاص بقى فكك بقى من الحته دي خلاص. تعالى بقى نعوض الاي ام اف المستحثه في الابتدائي 3 في بي. الاي ام اف المستحثه في الثانوي نسميها اي ام اف ان احنا عايزين نحسبها. عدد اللفات الابتدائي ب6، عدد لفات الثانوي 4. عايز تحسب الاي ام اف خلاص بقى احسب طرفين في وسطين. 4 في 3 ب 12 على 6 اللي هي 12 على 6 ب 2 في بي. اوبا ايه ده المستحثه في الابتدائي 3 اي ام اف في بي. بس واخد بالك انك قللت عدد اللفات فاكيد الاي ام اف تقل كانه محول والله العظيم بالظبط. طيب نكمل بقى. يبقى انت كده الاي ام اف في الراجل ده بتساوي ايه؟ 2 في بي. طب وانت عارف ان الاثنين في الاول خالص ده يجي من 10 دقايق كنت قلت لك ان الاثنين عكس بعض. فمين عكس بعض؟ 2 في بي عكس في بي يدي لك في بي ولكن في الاتجاه الايه المعاكس، يعني يدي لك في بي. ايه ده يا مستر؟ ما كانت الاضاءه بالاول من في بي، بعد ما حسبت لقيت المستحثه ب2 وب1 عكس بعض، نطرح نلاقيها في بي. ايه ده هي الاضاءه ثابته؟ والله ثابته. سؤال تحياتي والله، اديله تحياتي. السؤال ده جبار وتبقى ثابته. تحياتي. انا هروح اخد بريك، انا وصلت لجنون العظمه. هاخد بريك واجي. يلا سلام.
يلا بينا بعد جنون العظمه اللي الواحد وصل له، رحت خدت بريك كده ورجعت. يلا نكمل بقى عشان ايه نشد شويه في الوقت. بيقول لك اي مما يلي يصف بشكل صحيح وضع الملف هو القوه الدافعه الكهربيه المستحثه الناتجه. بالمناسبه لو عايزين نراجع الجزئيه دي، فانت عارف ان الفاي ام لما بيكون بزيرو الاي ام اف ماكس بتكون بكام؟ الاي ام اف بتكون ماكس. طب ليه يا مستر الكلام ده؟ لان انت عارف ان الساين سيتا هنا والساين سيتا هنا مختلفه. الملف الفاي ام كانت ما بين الاي والبي، اللي هو ما بين الملف والمجال، انما الراجل ده ما بين الملف والعمودي على المجال، فالزاويتين مختلفين. هي دي المتممه بتاعتها. فلو الراجل ده بصفر يبقى ده ب90. طب مثلا لو الراجل ده ب60 فده ب30. طب لو ده اللي ب60 يبقى التاني ب30، فاهم؟ وهكذا. طب لو ده بصفر ده 90 وهكذا. فتلاقي ان لو ده بصفر ده ماكس، ده ماكس، ده صفر وهكذا. المهم بيقول لك ايه؟ اي مما يلي قوه الدفع الكهربائيه المستحثه الناتجه. فبيقول لك النقطه ايه؟ النقطه دي قيمه عظمى. يبقى هو بص خلي بالك بقى، الملف في الفاي ام لما بيكون عمودي بيكون قيمه عظمى، في الاي ام اف بيكون بصفر. خلاص اتفقنا؟ يبقى هم عكس بعض. في الاي ام اف في الدينامو كانت بصفر وهي عمودي، وقيمه عظمى وهي موازي. الفاي ام الفيض بيكون وهو عمودي قيمه عظمى، وبيكون وهو موازي بصفر. تعال بقى نشوف. والمعنى ان الفاي ام قيمه عظمى ان هي كده عمودي. كلام مظبوط. الاجابه ايه ولا ايه؟ وقيمه القوه الدفع الكهربائيه عظمى لا تبقى بصفر يا معلم. نقطه بي بصفر يبقى موازي. النقطه سي موازي لا ده قيمه عظمى يعني يبقى عمودي. المفروض خلي بالك تفرق ما بين فاي ام وما بين اي ام اف. النقطه دي بصفر موازي مظبوط، وطالما بصفر موازي الفاي ام بصفر يبقى الاي ام اف قيمه عظمى. يقول لك نمثل 4 أشكال بيانية ناتجة عن مصادر مختلفة. الترتيب الصحيح للأشكال البيانية حسب قراءة الأميتار الحراري. ماشي. يبقى ده عندك بنص وده عندك بواحد. ده بقى هتحسب الفعالة 2 على جذر 2. أنا غالبا عارفها بواحد وأربعة، اللي هي بجذر 2 اللي هي ولا إيه؟ أنا فتي ولا إيه؟ اسم الماكس على جذر 2 بالمناسبة اللي هي بواحد وأربعة إن شاء الله. ودي بواحد، واحد على جذر 2 ب7/10. واخدين الحاجات دي بقى في الكليه انا عارف. ماشي. الاشكال البيانيه حسب قراءه واخدينها في الثانويه برضو يعني عادي يعني قشطه كله شغال، بس انا حافظهم يعني. طب عايزين نقارن بقى. بالمناسبه دول ماكس، فانت الماكس تعمل لها ساين 45 او تقسمها على جذر 2 زي ما انت متعود. مين اكبر رقم؟ دبليو اكبر واحد، دبليو اكبر واحد، دبليو اكبر واحد، دبليو اكبر واحد. ومفيش حاجه قد بعض فده غلط وده غلط. بعد دبليو واي ولا زد؟ دبليو واي صح. لا دبليو زد، زد بواحد وده ب7/10. الواحد اكبر طبعا. يبقى دبليو زد دبليو واي اكس. الكلام ده مظبوط. ماشي. عند غلق المفتاح كي فإن زاوية الطور بين فرق الكود الكلي والتيار المصدر. السؤال ده موجود في الكتب الخارجية. هو فكرته حلوة. بيقول لك إن طبعا الجهد المصدر أو الزاوية ما بتتغيرش. ده دائرة ال بس، وأنت عارف إن دائرة ال كنت محفظك. تحفظها إزاي؟ بالمناسبة في خصم 50% على الفصل الرابع. كنا بنرسم دائرة ال فهنا الفي ال وهنا الفي أو التيار يعني. هنا التيار انا ما عندكش في ار فما فيش، فهنا التيار فزودت القيمه فالرقم ده بيزيد، انما السيتا لا تتغير. بص الملف الاولى بي ببطاريه قوتها الدفع الكهربائيه 20 فولت فمره تيار. لا ده سؤال جامد ومنبهين عليه في المحاضره. جامد قوي قوي قوي. ازاي يا مستر ملف لولبي ليه اكس ال بس؟ يعني الراجل ده ليه اكس ال بس اتوصل ببطاريه قيمتها 20 فولت، ازاي يمشي تيار يا مستر؟ ازاي؟ قول لي ازاي. ايه يا مستر هو في ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. اقول لك بالراحه. هو البطاريه التردد بتاعها بصفر مظبوط. ما الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، ولما تضرب في الصفر كله صفر يبقى الاكس ال بصفر. ازاي ما عندكش معوقه؟ مفيش بصفر و20 على صفر يدي ما لا نهايه. ما انت لو عايز تحسب التيار فرق جهد على الاكس ال ففرق جهد 20 على صفر بما لا نهايه. هل الكلام ده مظبوط؟ اكيد ده غلط. طب ازاي يمشي تيار؟ كنا قلنا الفكره دي في المحاضره وقلت لك ان معنى كده ان في مقاومه للملف. الراجل ده ليه مقاومه، السلك بتاعه ليه مقاومه، فساعتها الاكس ال بصفر بس في مقاومه، يبقى دي كانها ايه؟ مساله عاديه. يبقى نقدر نقول ان انا اقدر احسب مقاومه الملف اللي هي الار بتساوي في على اي. يبقى معنى كده ان ده مش ملف، ده ملف غير مثالي ليه مقاومه الاسلاك بتاعته. يبقى 20 على 5 فيدي 4 اوم. كده انت حسبت
الار. تروح تحسب بقى المساله اللي في الجزء اللي بعده، قال لك القيمه الفعاله لجهد 20 مره تيار 4، يبقى الزد بتساوي في على اي. في الحاله الثانيه بقى في التردد هيبقى عندك اكس ال وهيبقى عندك ار، فيبقى ساعتها في معوقه اللي هي زد الفي 20 على 4 يبقى ب5 اوم. واحد يقول لي تبقى بواحد. الزد بتساوي جذر، تعوض في القانون وانت ساكت ما تنطقش بقى من هنا. طالما وصلت المرحله دي بهزر طبعا، انا بس عايش في الشخصيه يعني، بقى بندمج، بحاول اتخليك متفاعل معايا، تركز معايا بقى. طبعا ار تربيع زائد الاكس ال تربيع ب4 تربيع يساوي 5. اعملها شيفت سولف يا معلم، مش عايز تعملها شيفت سولف احسبها، او انت عارف ان 3 و4 الجذر بتاعهم بيدي 5 فتبقى 3. يبقى الار بكام؟ ب3. هو بيقول لك عايز قيمه المقاومه الأمومية للملف، يعني الاربعه. خلي بالك انا كده حاسب غلط بالمناسبه ولا حاسب صح؟ لا حاسب غلط. يا رب الرحمه، دي الاكس ال يا مستر. احنا عايزين نحسب الاكس ال اصلا، احنا حاسبين الار من قبل كده يا مستر، يبقى دي الاكس ال. يبقى عايزين اكس ال بين المقاومه الأومية اللي هي الار على الاكس ال. ار حسبناها ب4 والاكس ال ب3. ماشي. الحديثه، مرحبا بالحديثه. طبعا انت لو ما كملتش ما خلصتش لحد دلوقتي فتقدر تكمل بقيه الفيديو اللي هو ايه بقى، اللي هو في اسئله بدرجتين كهربيه، يعني الكهربيه لسه ما خلصتش، فتقدر تجري او تتفرج على الحديثه برضو لو انت خدتها. طيب يديك الطول الموجي طبعا في هذا الجزء في ثابت بلانك او في اثبات بلانك. طبعا اللامدا كانت تتناسب عكسيا مع الحراره، فلو عندك لامدا زد تتناسب مع لامدا واي تتناسب مع لامدا اكس، فتقدر تقول 1 على الزمن زد، 1 على حراره زد. زمن ايه يا مستر؟ انت الصيام جاب اخرك كده. 1 على، لا الصيام جاب اخره فعلا، الزمن اكس، وتحسب بقى يبقى 1 على اكس زد اللي هي 4000، وواي 1 على 5000، واكس اللي هي 1 على 6000. وبالمناسبه دي اسمها، فتقدر تطير 3 مقارنه، يعني 3 اصفار مع 3 اصفار مع 3 اصفار، وبعدين بتضرب المقام فيهم كلهم بالضرب بتاعهم كلهم. يعني هتضرب كل رقم فيهم في 4 في 5 في 6. احسب 4 في 5 في 6، 4 في 5 ب20 في 6 ب120. تمام. يبقى كل رقم هتضربه في 120. اعمل كده 1 على 4 في 120. يبقى هنعمل ايه؟ بص بقى، 1 على 4 في 120 يدي 30 اكيد يعني، يبقى 30. 1 على 5 في 120 يدي 20. المشكلة بقى من دماغك تبقى عايزة تحسب، لا 1 على 5 في 120 تدي 24. تمام. ازاي 24؟ الجنان ده ماشي 24 صح. 1 على 6 في 120 يدي 20. بس خلص. طب الإجابة دي موجودة في الاختيارات؟ أكيد لا. ليه؟ لأن هو بيوصلها لأقل قيمة ممكنة. فطبعا لو قسمت على الاتنين، دي 15 دي 12 دي 10. طب أنا لو ما بعرفش أعمل الحاجات دي تتعلم، يعني تتعلم. لو مش عارف ان ال30 لو قسمتها على الاثنين ان الارقام دي كلها تقبل الاسم على الاثنين، فتقسم على الاثنين، مشكله. تتعلم بوضوح. يوضح الجدول كتله وسرعه 3 جسيمات A و B و C، رتب الجسيمات التاليه، او تجرب بقى، يعني عايز ايه؟ تجرب الاختيارات، يعني ده موضوع بقى تاني. رتب الجسيمات الثلاثه تبعا للطول الموجي المصاحب. طبعا القانون اللي بيربط هنا الطول الموجي والكتله والسرعه، اللامدا بتساوي اتش على الام في الفي. لو لاحظت فالاتش ثابت اللي هو ثابت بلانك، فتلاقي الام في الفي. هنبدا نقارن بقى، عايزين نشوف ايه وبي ولا سي. طب تعالى نشوف كده. دول انت بتقارن على فكره، واخد بالك كتله وسرعه مجهولين، يعني لو لاحظت بالك الارقام بتاعت الكتله كلها مجهوله والسرعه كلها مجهوله. فبنعمل ايه في الموقف ده؟ بنثبت حاجه، يعني بنشتغل على 2 2. الاثنين دول سرعتهم ثابته، فنروح نقارن الكتله عكسي مع الطول الموجي. يبقى بالراحه بقى كده، يبقى مين اللي كتلته كبيره؟ كتله البروتون اكبر من كتله الالكترون، وبالتالي طول الموجي بتاع الالكترون هيكون اكبر من الطول الموجي بتاع البروتون. الالكترون بقى اللي هو مين؟ يبقى الطول الموجي بتاع A اكبر من الطول الموجي بتاع B. ما هو ده كده ككتله اكبر، كطول موجي يبقى A اكبر من B. طيب خلاص بقى، فكك بقى من الاثنين اللي فوق وقارن لي الاثنين اللي تحت. الاثنين ليهم نفس الكتله، انسى بقى مقارنه الكتله. يبقى لو جيت تقارن هتلاقي اللامدا بيتناسب عكسي برضو مع السرعه. اللي سرعته كبيره طول الموجي قليل. مين اللي سرعته كبيره ده؟ يبقى احنا قلنا دي كانت كده، اللي سرعته كبيره طول الموجي قليل، يعني البي برضو سرعته
طول الموجي هيكون ايه اكبر. بالعكس كانك ماشي كده، يبقى هتبقى اللامدا سي اكبر. ليه؟ قارن ما بين بي وسي بس. تعالى كده لو عايز تعملها تاني، اللامدا بتتناسب عكسيا مع السرعه. مين سرعته كبيره؟ سي. يبقى مين طول الموج كبير؟ بي. يبقى بي اكبر من سي. كده انت رتبت الايه. مش موجوده ولا ايه؟ اهي يا عم. لا كنت هتجلب بقى والله بجد. كنت عارف بقى، وانا بقى ساعات مثلا ببقى منتج الفيديو والله ببقى هيجرى لي حاجه، ببقى بحل صح وكله صح، وزي ما انت شايف كده ساعات بقى الصيام بيجيب اخرك بقى. فبالله عليك انت اصلا في اللجنه بتبقى متوتر، انا قاعد هنا يا عم ولا عندي ثانويه عامه ولا متوتر ولا ورايا حاجه، وقاعد عاوز صايم تعبان مش شغل بس ما وريتش ثانويه عامه. فتخيل لو انت في اللجنه ومتوتر تبقى عامل ازاي. فامانه عليك، امانه عليك تركز، تهتم لحد ما النتيجه تطلع وتختارها وتظللها عشان ما تظللش غلط. بالله عليك شوف، انا اللي ما وريش حاجه وبتضايق اما بظلل غلط. فلو انت في ثانويه عامه وظللت غلط ايه اللي يحصل؟ فبالله عليك تتدرب على التظليل. مش لازم في الفيزياء، يعني مش شرط اساسي التظليل في الفيزياء، بس على الاقل يبقى عندك ماده بتظلل فيها. مثلا امتحان العربي 80 سؤال، فوانت بتمتحن شوامل عربي ظلل، اتعلم تظلل، اتعلم في الشوامل تظلل، يبقى انت ماشي على الاقل بتجرب، بس ما تروحش تختار غلط بقى. في ظاهره كومبتون عند اصطدام فوتون من اشعه جاما مع الكترون حر يتشتت كل منهما، اي مما ياتي يثبت ان للفوتون طبيعه جسيميه. طبعا جسيميه جايه من الاصطدامات، يعني كان ساعتها الاثبات بتاعها كده. فبيقول لك شحنه الالكترون ثابته قبل وبعد التصادم. طب شحنه الالكترون ثابته بشكل عام اللي هي الاي اللي هي 1.6 في 10، ملناش دعوه، مش موضوعنا. وبيسالك على الفوتون كمان، بيقول لك كميه حركه الالكترون تزداد بعد التصادم. والله يعني مثيره للشك. يعني هو بيسألنا عن الفوتون، فبرضو انا مش فاهم ايه علاقتي بالالكترون، بس مازال. ما هي ايه اللي خلى الالكترون يكتسب طاقة؟ الفوتون اللي اصطدم فيه. فهل هو قصده كده؟ مش عارف. كتلة الالكترون قبل التصادم تساوي كتلة الالكترون بعد التصادم. احنا عارفين ان كتلة الالكترون 9.1 في 10 سالب 19، فده ما اثبتش حاجة بالنسبة للفوتون. انك تصطدم في الكترون والالكترون يفضل ثابت، فانت ما اثبتش اي حاجة من ناحية الكتلة. سرعة الفوتون قبل التصادم تساوي سرعة الفوتون بعد التصادم. لا، ما انت عارف ان من خواص الضوء ان سرعته ثابتة من وانت في اولى ثانوي، فهل اثبتت حاجة جديدة؟ برضو لا. فبه مثيرة للشك، يعني هي تنفع بس برضو شايف نفس الرياكشن بتاع وشي اللي هو ماشي يعني ماشي، بس يعني محتاجة تفصيل اكتر. ان الراجل ده اكتسب كمية حركة من مين؟ من الفوتون اللي اصطدم فيه. طب والفوتون خسر طاقة وخسر كمية حركة وتردده قل وطول الموجي زاد. انا بربط معاك بقى في الحاجات اللي كانت في المحاضره. وفقا لنموذج بور لطيف ذره الهيدروجين، اذا كانت الطاقه المستوى الثالث سالب اي، فان طاقه المستوى الاول، طبعا واضح انها مقارنه، بيقارن مستويين ببعض او حاجتين ببعض، فتكتب القانون. الطاقه بتساوي في الاول سالب 13 و6 على ان تربيع. سالب 13 و6 ده رقم ثوابت فما لهاش لازمه. ففاضل تقول مثلا مستوى 1 على مستوى 3 يساوي ان 3 تربيع، لان هي علاقه عكسيه. الان 3 تربيع اللي هي ب3 تربيع يعني، على الطول الاولاني 1 تربيع. بس فاضل تعوض. بيقول لك ان طاقه المستوى الثالث، تعال نكتبها تاني عشان الناس اللي بتاخد سكرين شوت ومش بتقول لي اضحك في الصوره. فقبل ما تاخد سكرين شوت اظبط بس ان شكلي مظبوط، ده بس اللي فارق معايا. الاي 1 عايزين نحسبها، الاي 3 بسالب اي 3 تربيع اللي هي ب9 على 1 ب9، يبقى سالب 9 اي لما تضرب طرفين في وسطين. يمثل الشكل خطط إثارة الإلكترون ذرة الهيدروجين من المستوى الأول إلى المستوى الثالث. أي الأشكال التالية يمثل الاحتمالات الممكنة للطيف الخطي الناتج لعودة الإلكترون من المستوى الثالث للمستوى الأول. عندنا كام احتمال؟ 3 احتمالات. جبتهم منين يا مستر؟ أقول لك جبتهم منين. أول حاجة الراجل ده في المستوى استنى بقى، من المستوى الأول ذرة الهيدروجين من المستوى الأول للمستوى الثالث. طيب عندنا 3 احتمالات. 1 ينزل للثالث للثاني، ومن الثاني للأول، ومن الثالث للأول. 3 نزولات. يا إما هينزل مرة واحدة من الثالث للأول، يا إما هينزل على مرتين. ينزل للثاني كأنه نزل بالأسانسير، أو نزل سلم الدور الثاني ومن الثاني للأول. سهلة بسيطة وجميلة وزي الفل. وبعدين بيقول لك علما بأن اتجاه زيادة الطول الموجي على شكل ناحيات اليمين. طيب فاضل نختار، والاختيار بالمناسبة الاثنين دول غلط. طيب
وبعدين شو هنساوي؟ طيب لو لاحظت ففي اتنين الطاقة بتاعتهم قريبة، صح ولا لأ؟ الطاقة بتاعتهم أكيد قريب. يبقى احنا بالمناسبة يعني كل ما تمشي كده طول الموجي بيزيد والطاقة تقل. طب أنا عندي طاقتين، كبار ولا صغيرين؟ دول راجعين يا معلم للمستوى الأول. طالما راجعين للمستوى الأول فأنت عارف إن دول طاقتهم كبيرة. أنا بحاول أبطئ الريتم عشان تفكر. الاتنين اللي راجعين للمستوى الأول طاقتهم كبيرة يا معلم، يبقى أكيد في اتنين طاقتهم كبيرة، يبقى طولهم الموجي قليل. يبقى في اتنين طولهم الموجي قليل وواحد طوله الموجي قليل اللي طاقته ايه؟ لا، طوله الموجي كبير اللي طاقته قليله. فتكون الشكل واحد. ايه ده تاني يا مستر؟ حاضر. في اتنين راجعين للمستوى الاول، وانت عارف ان اللي بيرجع للمستوى الاول بتكون طاقته كبيره وبالتالي طول الموجي قليل. يبقى لو انا بمشي يمين عشان ازود الطول الموجي، لا هم في القليل يبقوا على الشمال. يبقى في اتنين على الشمال واحد لوحده على اليمين. سؤال حلو ولكن شفنا زيه قبل كده. يمكن لحزمة من الليزر الأحمر أن تصل لمسافة أكبر من تلك التي تصلها حزمة من الضوء الأزرق. قال لك ليزر أزرق ولا ضوء أزرق عادي؟ عادي. يبقى بيربط ليزر بضوء عادي على طول تعرف إنه بيتكلم عن ترابط الفوتونات من غير ما تفكر. طاقة فوتون شعاع الليزر أحمر أقل. اركن. الكتلة المكافئة، خلي بالك طاقة فوتون الشعاع لا ده مفيش خالص. الكتلة المكافئة لفوتون الليزر أقل. اركن. سرعة فوتون الليزر تساوي سرعة، الكلام ده مظبوط بس مش موضوعنا. لا الفوتون كده سرعته ثابتة بس ده مش موضوعنا. زاوية تشتت شعاع الليزر أقل من زاوية تشتت الضوء العادي لأن شعاع الليزر بيكون متمركز. افترض كده وأنت فاتح اللمبة، النور بينور في كل مكان. طب جرب كده تطفي النور وتضرب ليزر، تلاقي الليزر زاوية التشتت بتاعته قليلة، بيروح يضرب على طول في نور معين مش بينتشر حواليه، فبتلاقي ان هو متمركز. فطبعا زاويه التشتت بتاعه الليزر اقل من زاويه تشتت الضوء العادي. على طول، ما انا بقول لك على طول اول ما اقول لك الليزر بيروح بعيد ليه؟ زاويه التشتت او ترابط الفوتونات على طول من غير ما تفكر، يعني هي معروفه فخليها معاك. يعني اذا كان اي واحد في ذره المستوى الارضي والمستوى اي 2 يعبر عن مستوى اثاره، المستوى ايه اثاره عادي، والمستوى 3 يعبر عن مستوى شبه مستقر. طب واللي شبه مستقر اكيد بيسالك على الاسكان المعكوس. الكلام ده طبعا انت لسه ما خدتوش لو انت بتتفرج على الفيديو ده اول ما نزل، انما لو بتتفرج عليه بعد شهر ولا حاجه فالكلام ده انت واخده. فاكيد بنسال عن الاسكان المعكوس. وبالتالي انهي واحده فيها اسكان معكوس؟ لا. طب يقول لك الاي 3 يبقى اسكان معكوس. طب ده الاي 3 اسكان معكوس. طب ده الاي 3 اسكان معكوس. اسكان معكوس. ال30 بيقول لك في الليزر الهيليوم نيون يرجع تحقق وضع الاسكان المعكوس لذرات غاز النيون في المستوى شبه المستقر الى ايه؟ طبعا الى، تعال نقرا واحده الاختيارات. ان نسبه ذرات النيون اقل بكثير من ذرات الهيليوم، ده ملوش دعوه بالاسكان المعكوس. وجود مرآتين عاكستين لتضاعف عدد الفوتونات، ده للتضخيم، فده تضخيم الشعاع، طبعا ده ملوش دعوه بالاسكان المعكوس. التصادم غير المرن بين ذرات الهيليوم المثارة وذرات النيون الغير مثارة، عشان كده بيحصل اسكان معكوس. فطبعا ساعتها تكون الإجابة هي ج. بيقول لك يمثل الشكل دائرتين كهربيتين، علما بأن مقاومة الدايود في حالة التوصيل الأمامي R والتوصيل العكسي أكيد بما لا نهاية، فإن النسبة بين شدة التيار طبعا I2 على I1 شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومة، يبقى مقاومة الشكل 1 على مقاومة الشكل 2. وبالتالي تعالى كده نمشي تيار تك، فده هيمشي تيار مظبوط، انما فوق مش هيمشي تيار مظبوط. دي هتبقى نهائي، فدي هتبقى ار وار. يبقى الشكل الاولاني ب4 ار، الشكل الثاني مشي كده مشي هيمشي من فوق ما يمشيش من تحت، فدي كده خلاص مع السلامه. ار وار يبقوا كل ما اقول لك هي بار يبقى 2 ار، فالار تطير مع الار يبقى 2 على 1. يوضح الشكل رسم البوابات المنطقية المتصلة ببعضها عدد الاحتمالات الخارج تكون هاي. يعني بيسألك عايزين نخرج واحد الوحيد امتى؟ طيب الطريقة دي بنعمل ايه؟ للأسف لازم تجرب، فهنجرب. عندنا كام احتمال؟ انت ممكن تدخل 0 و1. أول حاجة ممكن تدخل 0 و0، 0 و1، 1 و0، 1 و1. عندك 4 احتمالات. نعيد تاني، عندك 0 و0،
صفر وواحد، واحد وصفر، واحد وواحد. طيب هنقعد بقى نعمل واحده واحده؟ لا، في طريقه لذيذه قوي بيقول لك ايه، خدها باكج كلها مره واحده. تعال نجرب ازاي. يبقى انا عندي 4 احتمالات، صفر وصفر، خلينا نقول صفر وصفر، صفر وواحد، واحد وصفر، واحد وواحد. هنعملها كلها مره واحده. بص بقى يا معلم بنعملها ازاي. تخيل معايا كده انت جاي هنا، دول هيحصل لهم ايه؟ هيتعكسوا، يبقوا واحد واحد وصفر وصفر. تمام. تعالى هنا، شايف اللي بالازرق ده جاي هنا يحصل له ايه؟ صفر، لا الصفر يبقى واحد، صفر وواحد صفر. هنشتغل على الرسمه كلها باكج كامله. شايف دي كده ودي كده، ايه اللي جاي؟ اتعكس، فهم صفر صفر واحد واحد يبقى واحد واحد صفر صفر. ده صفر واحد صفر واحد يبقوا واحد صفر واحد صفر. طيب ركز معايا بقى بالله عليك، شايف اللي بالازرق ده جاي كده 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 كده، فداخل هنا برضو اللي هو صفر واحد صفر واحد. نعمل اند، هنعمل اند لكله مره واحده. واحد وصفر طالما مش واحدين بيطلع صفار، واحد وصفر يطلع صفر، واحد وواحد واحد، صفر وصفر صفر، صفر وواحد صفر. طيب تعال نشوف الاند. الاند جاي لها الازرق اللي هو كان فوق، صفر وصفر وواحد واحد. تعال نعمله صفر وواحد صفر، صفر وصفر صفر، واحد واحد واحد، واحد وصفر صفر. فاضل الاور. الاور بتجمع، او لو في واحد لقطت واحد خلاص على طول طلع واحد. صفر وصفر صفر، صفر وواحد واحد، صفر وواحد واحد، صفر وصفر صفر، فيطلع واحدين. يبقى بتاخدها باكج كامله وتشتغل على الاربع على الاربع ارقام مره واحده. بيقول لك بقى ايه، رجعنا كده من اول هنا الاسئله ايه اللي برقمين يعني. هنروح ناخد بريك 5 ونرجع. يلا يا ريس نكمل سؤال رقم 33. معنا نص ساعه كده بالظبط هنخلص فيها، فشد حيلك. بيقول لك تكون العلاقه بين قراءه الفولتميترات الثلاث. السؤال ده حلينا شبهه في كتاب التفوق. تعال نفترض هنا التيار باي في اي حته، نفترض هنا باي مثلا، فالمقاومات هنا 2 ار، في الفرع اللي تحت 2 ار، وفي الفرع اللي فوق ار. من 2 ار لار يبقى المقاومه قلت للنص، يبقى التيار ازداد للضعف، يبقى هنا في 2 اي. 2 اي واي متجزئين، لو عايز تجمعهم يدوك 3 اي. بس 3 اي في ار، ده 3 اي في ار. الراجل ده 2 اي في ار، الراجل ده اي في ار. طبعا ال 3 اي في ار اكبر من ال 2 اي في ار من الاي في ار، ف واحد اكبر اللي هو فولتميتر واحد اكبر من 2 اكبر من 3. او كان ممكن برضو تلقط ان 2 اكبر من 3، دي سهله قوي. ان 2 قاري الفرع كله، انما 3 قاري جزء من الفرع، فكان ممكن تثبت ان بعيدا عن الحسابات ان في 2 اكبر من في 3. فتلاقي برضو مفيش غير الاختيار ده اللي ايه موجود. بالمناسبه يعني انا بحاول احل لك بطرق كتيره. مديك الشكل ده وبيقول لك قراءه الفولتميتر في الدائره واحد اكبر ولا 2 اكبر بمقدار كذا وهكذا، وما هي نفس الدايره الا انه عكس اتجاه البطاريه اللي تحت لو واخد بالك. تعال نشتغل. الفولتميتر هنا ده كده شحن، فيبقى في بي زائد اي في ار. الفولتميتر هنا هو في بي بس تفريغ، فناقص اي في ار. فاضل تعمل الحسابات بس، سهله يعني. الفي بي ب6 زائد التيار، البطاريتين دول واخد بالك كده، الاتنين دول دي اللي تحت تفريغ واللي فوق شحن، اللي تحت تفريغ واللي فوق شحن. طيب معنى كده ان البطاريتين دول لو خدت بالك عكس بعض، يبقى هتقول التيار هو سيجما الفي بيهات على الار توتال. سيجما الفي بيهات بطاريتين عكس بعض، يبقى تطرح 9 ناقص 6 3 على 1 زائد 1 2، فيدي 1.5 امبير. يبقى تحسب ده زائد 1.5 والار بواحد يدي 7.5 فولت. تعال نحسب بتاع الشكل الاولاني. التيار طبعا مختلف عشان رسمه مختلفه. التيار هو سيجما الفي بيهات على سيجما الارات. بطاريتين بيزقوا في نفس الاتجاه ورا بعض. ايه ده؟ ينفع بطاريتين تفريغ في نفس الرسمه عادي. ممكن مش لازم يبقى، طالما الاثنين مش لازم يبقى فيه بطاريتين يبقى لازم يبقوا شحن، ممكن يبقوا 2 تفريغ عادي. طب ادينا مثال عليها مستر من ارض الواقع. الحجاره بتاعت الريموت، مش هم بتحط حجاره ولا حجارتين؟ حجارتين. طب في واحده منهم بتفضى، واحده بتشحن، ولا الاثنين بيفضوا؟ الاثنين بيفضوا. يبقى ينفع يبقى الاثنين تفريغ. اديني بديك مثال من ارض الواقع عشان ما تحسش ان احنا بنضحك عليك يعني بندرس لك كلام ملوش لازمه. 9 زائد 6 15 على 2 7.5. ارجع بقى عوض امبير. ارجع عوض الفي بي ب6 ناقص التيار ب7.5 في المقاومه الداخليه بواحد، يبقى 6 ناقص 7.5 يدي سالب 1.5 اللي هي 1.5 فولت. احنا دلوقتي بنتكلم كارقام بقى.
قراءة الفولتميتر في الدائرة 1 أكبر؟ لا. قراءة الفولتميتر في الدائرة 2 أكبر من قراءة الفولتميتر في الدائرة 1. فعلا ده 2 ب7.5 وده ب1.5، يبقى أكبر بمقدار 6 فولت. تمام. بيديك الشكل ده وبيقول لك بيقول لك احسب لي قيمة المقاومة. أنا بالمناسبة صورت الجزء ده قبل كده بس ما كانش بيسجل فهنسجله تاني. الار جي حلينا السؤال ده قبل كده في كتاب التفوق، هو في جي على الاي جي. مين من الرسمة دي بتاعتك؟ الرسمة دي محفوظة، الفي جي هو ده والاي جي هو الميل. ممكن نحسب الميل بشكل سريع، فرق الصادات على فرق السينات. اوعى تبقى عيل مش تمام وتقول لي يا مستر 7 على 300، انت كده مش تمام. قلت لك فرق الصادات على فرق السينات. هل الفرق بادئ من الصفر عشان تقول لي 7 ناقص صفر على 300؟ لا، هو مش بادئ من الصفر، هو بادئ من الفي جي. يبقى لازم تقول فرق الصادات على فرق السينات. يبقى 7 في جي، هنبدا مثلا من السبعه ناقص في جي هي اللي هي فرق الصادات على فرق السينات. دي بفي جي، افرضها بفي جي، ما انت عارف ان كده كده بدايتنا الفي جي على الار جي. لا على الميل اللي هو 300. احنا اخدنا القيمه دي كلها، يبقى كل ده كام؟ 300 ناقص صفر ب 300، يبقى 6 في جي على 300 زي ما هي كده يا معلم. رجعها للمعادله اللي فاتت، الفي جي هنسيبها زي ما هي والاي جي 300 على، لا انا كده بألف، هي في 6 في جي على 300. 6 في جي على 300، تحت اللي تحت يطلع فوق. سلام عليكم. عليكم السلام. 300 على 60، 300 على 6 ب50. بيقول لك يمثل الشكل عدة مفاتيح وعدة مقاومات مجهولة بجهاز اوميتر مش عارف ايه، مهملة المقاومة الداخلية وتدريج منتظم. عند غلق المفتاح كي 1 فقط ينحرف المؤشر عند الموضع اكس. صباح الفل يا معلم. ما هو لما ينحرف عند الموضع اكس يا معلم، ما انت مش موصل مقاومة، فبيقول لك ينحرف عند الموضع اكس. طب ما انت يعني اكيد فاهم ان هو بينحرف عند الموضع اكس لان هو ما فيش مقاومة. وعند غلق كي 2 فقط ينحرف المؤشر عند وضع زد. تمام ماشي، ما عندناش مشكلة. وعندما ينحرف وعند 3 ينحرف لواي. فإن النسبة، ده احنا السؤال ده أزمة ده. تعالوا نصلي على النبي ونبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انجز بقى مستر عشان عايزين نحل. طب أنا عندي كام واحد؟ سدس 2 على 6، 3 على 6، 4 على 6، 5 على 6 وكده. طبعا الانحراف كله يبقى ايه؟ 6 على 6. بيقول لك أول مرة انحرف لزد عند غلق ك 2 انحرف لمين؟ لزد. الزد ده انحرف للسدس. يبقى كده تقدر تقول ان المقاومه الخارجيه كان في قانون بنقول عليه الار اكس بيساوي ان ناقص 1 من ار الجهاز. القانون ده اشتغلنا بيه قبل كده في كتاب التفاضل. يبقى ان ناقص 1 من ار الجهاز. طيب ان ناقص 1 دي مقلوب الحساسيه. يعني ايه؟ هو قال لك انحرف لحد زد اللي انت خدت بالك ان هي السدس، شقلب 6، يبقى ده مقلوب الحساسيه. تافهه وعبيطه جدا. يبقى الار اكس بتساوي خلي بالك بالمناسبه الار اكس اللي انت ركبتها في الحاله الثانيه هو مين؟ ار 1 زائد ار 2. يبقى ار 1 زائد ار 2 يساوي سدس ناقص 1 اللي هي 6 بقى شقلب، يبقى 6 ناقص 1 يبقى 5 ار الجهاز. اركن دي على جنب. خش على المعادله الثانيه. قال لك عند غلق كي 2 وكي 3 معا ينحرف المؤشر عند الموضع واي. يبقى قفلت الاثنين دول، اوبا دول بقوا توازي. يا نهار ابيض. يبقى الار اكس بيساوي اول حاجه انحرف لحد واي. واي ده عند النص اللي هي 3 على 6. لو عملت 3 على 6 اللي هي نص، شقلب ال 3 على 6 خليها 6 على 3 هتلاقيها 2. تمام كله بيوصل لنفس الحاجه. 2 ناقص 1 ار الجهاز. كاني بقول ان الار اكس في الحاله دي بتساوي ار الجهاز. بالراحه بقى عشان الار اكس في الحاله دي فيها فيلم هندي. ايه هي؟ هي ار 1 زائد ار 2. دول كده الفرع ده توازي مع الفرع اللي تحت. يبقى ار 1 زائد ار 2 في ار 1 على ار 1 زائد ار 2 زائد ار 1 اللي هي ايه؟ ضربهم على جمعهم. الفرع اللي فوق اللي هو ار 1 زائد ار 1، ار 1 زائد ار 2 تضربه مع الار 1 اللي تحت وتجمعه مع الار 1 اللي تحت. طب عندنا معطى بقى ان الار 1 زائد ار 2 من فوق ب 5 ار ايه؟ ب 5 ار او. يبقى ار 1 زائد ار 2 ب 5 ار او. لا نعملها بلون مختلف. 5 ار او وار 1 زائد ار 2 اللي تحت ب5 ار او. وبالمناسبه لو مش واخد بالك هو عايز علاقه ايه بس؟ ماشي. على فكره بالمناسبه يعني ممكن تفرض الار او بصفر. لو عايز تفرضها بصفر يعني ممكن تفرضها بصفر، ممكن تطير دي مع دي بالمناسبه يعني.
يعني تعال نفرضها بصفر بواحد، قصدي ما ينفعش تفرضها بصفر، سوري معلش انا اسف. تفرضها بواحد. عايز تفرضها بواحد افرضها بواحد. تعال نجرب. افرضها بواحد كده يبقى 5 R1 على 5 زائد R1 يساوي 1. اعمل كده طرفين في وسطين رشق. يبقى 5 R1 يساوي 5 زائد R1. هدي كده يبقى 5 R1 دي جالها R1 بالطرح، يبقى 4 R1 تساوي 5، فتبقى ال R1 تساوي 1 وربع. أو لأ، هي نسب بقى فهخليها 1 وربع. يبقى ال R1 ب1 وربع. ارجع بقى للمعادلة اللي فاتت، مش احنا افترضنا ال R1 R نوت دي ب1؟ يبقى R1 زائد R2 يساوي 5. يبقى ال R1 ب1 وربع زائد R2 يساوي 5، يبقى ال R2 بيساوي 3.75. دي ال R2 ودي ال R1. هو الراجل عايز R1 هي 1.75، لا 2.5 على 3.75، فيطلع 1/3. سؤال طويل قوي بصراحة وممل، ولكن سؤال قوي. مقدرش اكتب سؤال قوي، ولكن يغلب عليه الطابع الرياضي ونسيوا الطابع الفيزيائي، ولكن سؤال جميل. السؤال اللي بعده بيقول لك يوضح اطارين اكس واي احدهما مفتوح والاخر مغلق يتحركان بسرعه في على سطح املس عديم الاحتكاك، ثم تركا ليتحركا بحريه نحو مجال كما موضح بالشكل. ماذا يحدث سرعه الموصلين اثناء دخولهما؟ طبعا سؤال جميل بصراحه. طبعا كده في كل الاحوال طالما تولد او حصل تغير فيتولد EMF مستحثه. طبعا EMF عكسيه عشان تدخل المجال، بس مش هتفرق معايا. وبالمناسبة لما بيحصل EMF مستحثة عكسية، طب مين اللي هيتولد فيهم تيار؟ الراجل ده مغلق فيتولد فيه تيار. طب هل الراجل ده مغلق؟ لا، ده مفتوح، مسار مفتوح، هيتولد فيه تيار؟ لا، فالتيار ساعتها هيكون بصفر. طيب انت عارف ان اللي بيتولد فيه تيار ده اللي هيبطأ شويه هو داخل، لان هيتولد EMF مستحثه عكسيه، فاكس هيبطأ سرعته تقل. انما سرعه واي ملوش دعوه بقى، سرعته ثابته لان لن يتولد تيار، فمش هيبطأ بسبب الEMF او بسبب التيار المستحث العكسي. دي شبه ايه بالظبط؟ شبه المساله، كان في مساله كده في الشرح بتاعنا على المنصه، كنا شرحنا حاجه كده شبه دي. كنا قلنا ايه، واكيد انت شفت الشرح بتاعها، حاجه كده وحاجه كده، وقلت لك ملف مغناطيس نزل كده ومغناطيس نزل كده، مين اللي سرعته هتبطأ؟ الراجل ده. ليه؟ لان هيتولد تيار مستحث. ده هيتولد تيار مستحث؟ لا، بس هيتولد EMF مستحث بسبب التغير. بس هل هيتولد تيار؟ لا، فمش هيحصل N و S اللي هو بقى التجاذب والتنافر، فيعمل هنا هيعمل تنافر لانه بيقرب، بيعمل سقوط حر فيقرب، فاللينز يقول لك ابعده، فيجي يبعده مفيش تيار مستحث فمش هيبعده فمش هيبطئه، وهكذا. تمام. بيقول لك الشكل المقابل يمثل اذا كانت كفاءة كل من المحولين اكس واي تساوي 80%. احسب الملف الثانوي واي الى قدرة الملف الابتدائي اكس. السؤال ده يعني انا حافظه واظن في ناس كتير عارفاه، بيطلع ب 64%. ان بتفترض اي رقم، افترض دي ب 10 واعمل نسبة 80%. 80% في ال10 او عايز تعملها عادي، الايتا بتساوي الثانوي على الابتدائي على قدرة الابتدائي. لو جيت عوضت هتلاقي الثانوي بتساوي الايتا في قدرة الابتدائي اللي هي ب10، اللي هي 80% في 10 ب8، وده 8 فده 8، لان دول مفيش اي مقاومة بينهم، فبالتالي نفضل على نفس القدرة. بدأت افصل، واخد بالك؟ فهحاول اعلي الريتم شوية. نيجي هنا تاني نحسب الايتا تاني، معاك الايتا قصدي، فتحسب القدرة بتاعت الثانوي تاني، اعتبر ده الابتدائي. فاحنا عملنا قانون البي ثانوي تساوي الايتا في الابتدائي، قدرة الابتدائي. الايتا ب80% في الابتدائي اللي هو ب8، اللي هو بقى جايه له من هنا بقى. 80% في 8 بيدي 464، وبالتالي عايز تعمل نسب، او بيدي ايه؟ استنى كده، بيدي 6.4. بس كده 6.4 تقسمها على 10. سؤال سهل ومعروف يعني. طب بيقول لك يوضح الشكل دائره مهتزه بها مكثف. السؤال ده جه شبهه امتحان السنه اللي فاتت الرئيسي. الراجل ده السعه ومعاك ال وبيقول لك بعد مرور زمن قدره 5 ملي ثانيه من لحظه غلق المفتاح كي يصبح المكثف CA.
طيب من الواضح ان معاك ال والسي ودي دائره مهتزه كنا بنستخدم فيها قانون الاف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي، وبالمناسبه هو بيسالك على زمن، فلما تحسب التردد وتقلبه يديك الزمن الدوري. احسب كده يا معلم، انا هحسبها على طول على الاله عشان انا مش قادر. 1 على 2 في باي، حط جذر 25 على، لا انا هعملها عشان هي صعبه على الاله، فانا عايزك تشوفها معايا واحده واحده. ادي اهي ال ب 25 او ال بقى بواحد على باي، مفيش تحويله. السي 25 على باي وفي 10 اس سالب 6، الكلام ده كله جوه الجذر. 25 على باي في 10 اس سالب 6 في 1 على، طلع ب 100. التردد ب 100، يبقى شقلب الزمن الدوري 1 على 100 يدي، خليها بالملي، 10 ملي ثانية. هي طالعة ب 10 في 10 اس سالب 3، ومين ال 10 اس سالب 3 دي؟ الملي. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك فعند فتح المفتاح كي واحد، خلاص ده ما بقاش موجود، ما ده شرح الدائره المهتزه لازم تبقى فاهم. وقفل كي 2، تمام. بيقول لك بعد مرور 5 ثواني. طب انت عارف ان الدوره الكامله قد ايه؟ 10 ثواني. يعني 5 ثواني دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيعمل تغير نص دوره. ما هو بيقول لك الدوره الكامله انت حسبتها لي طب 10 مللي، فالنص دوره 5 مللي. طب تعالى نشوف كان ايه اللي بيحصل بقى. كان اول حاجه المكثف الراجل ده بيفضي في الملف، فالملف يبدا يعمل قوه دافعه كهربيه مستحثه، وبعد لما فرق الجهد ده هنا يقل كده اول ربع دوره المكثف يبدا يفضي الشحنات بتاعته لحد ما الشحنات بتاعته تبقى بالصفر، وبالتالي فرق الجهد بتاع المكثف يقل، فيتولد اي ام اف مستحثه طرديه. يبدا الملف ده يرجع تاني يولد شحنات تشحن المكثف، وبالتالي يبقى انا اول ربع دوره المكثف بيفضي والمكثف فضى كده الربع دوره الاولى. الملف عامل يعني بيختزن الطاقه على هيئه طاقه كهرومغناطيسيه. اول ما فرق الجهد على المكثف بيقل يتولد اي ام اف مستحثه طرديه من الملف اللولبي، فالملف اللولبي يرجع في ربع الدوره الثاني يشحن المكثف، بس بيشحنه بنفس الشحنات ولا بالاتجاه المعاكس. يعني قصدي بدل ما الموجب فوق هيبقى الموجب فين؟ تحت، والسالب يبقى فوق. يبقى انت كده عملت ربع دوره، وربع دوره يبقى نص دوره. ما انت عارف ان ال 5 مللي نص ل 10، يبقى كده هو عمل نص دوره. سؤال كبار طبعا وجه السنه اللي فاتت. يبقى لما يقول لك عمل نص دوره يبقى ازاي؟ هو كان مشحون، يبقى هيفضي كده ربع دوره، والنص الثاني يروح عامل ايه؟ يتشحن، ولكن في الاتجاه المعاكس. كان لو انت عايز بقى تعلم مستوى اكبر فتقول لي خلاص، ما هو المكثف كان مشحون بالمنظر ده الشحنات مشحون. طب المكثف يبدا يفرغ في ربع دوره، وبعد كده يرجع يتشحن، ولكن هيكون في الاتجاه المعكوس. ودي الرسمه بتاعتها بالمناسبه. وتكمل بقى الشكل يعني ماشي. يمثل الشكل تيار متردد تحتوي على مجموعه من المكثفات. ماذا يحدث لفرق الجهد بين طرفي 2 ميو اف عند غلق المفتاح كي واحد؟ طبعا عند غلق المفتاح كي واحد فانت لغيت المكثف، وبالتالي الاكس ال طارت، وبالتالي التيار يزيد، يعني تزداد. فرق الجهد الناحيه الثانيه هيزيد. ما فرق الجهد الثاني ده واخد بالك بقى ماسك المصدر كله، كي 2 كده كده مش موجود. يعني واخد بالك ان انت لغيت واحد، فكان فرق الجهد بدل ما بيتقسم بقى مكثف بياخده كله، يبقى اكيد يزداد. تمام. غلق كي 2 فقط ولا ايه؟ كي 2 وكي 1 عند غلق كي 2 فقط. طب ايه في الكي 2 ده وكي 1 ده خلاص مش موجود، يبقى فرق الجهد طبعا ايه اللي هيحصل؟ فرق الجهد الراجل ده كان بياخد فرق جهد، وبعدين فرق الجهد بدأ يقسم عليهم، ففرق الجهد عليه يقل. بنضرب أذن كمان فهنقوم نفطر. المكثف انت لما تركب توازي الشحنات بتزيد، السعة بتزيد ولا بتقل؟ ما انت لما تركب توازي السعة بتزيد، لانك بتعتبر ان السعة توازي هعملها معاملة التوالي فهجمع، فالسعة زادت فالاكس سي قلت. طب ما الاكس سي لما تقل فرق الجهد يقل. تمام. يلا معايا سؤال 41 بيقول لك يمثل الشكل مصدر تيار متردد اف متصل مع عده ملفات حيث حث المقاومه الأومية كما هو موضح في ان فرق الجهد بين النقطتين A و B يساوي ايه. طيب هنا مديك ان ده تيار، فطبعا ال قلت 3 امثال،
فالتيار يزداد 3 امثال، فده 3 اي، 3 اي واي يدي 4 اي. طبعا ال والاي طردي لان الاكس ال والال طردي، وبالتالي الاكس ال والتيار علاقه ايه؟ عكسيه لما فرق الجهد يكون ثابت. تمام. يبقى تضرب، بيقول لك احسب فرق الجهد، الفي بتساوي الاي في الاكس ال، الاي ب 4 اي والاكس ال ب 2 باي في الاف، والال هنا بيقول لك بنص ال، فتاخد بالك ان الاتنين والنص طاروا مع بعض، يبقى 4 اي باي ال اف. بالرموز سؤال سهل ما يستاهلش درجتين بصراحه. يستخدم مجهر الكتروني لفحص الفيروس كذا، بيقول لك ابعاد الفيروس اكس تساوي 4 امثال ابعاد الفيروس واي، فان النسبه بين فرق الجهد بين الانود والكاثود لفيروس اكس الى ذلك. يعني بيقول لك ان اللمضه بتاعت اكس تساوي 4 لمضه بتاعت واي، وبيقول لك احسب فرق الجهد. كان في قانون هنا بيقول لك ان اللمضه بتساوي اتش على جذر 2 ام اي في الاي في الفي في فرق الجهد. طيب كل الحاجات دي ثوابت، الاي ثابت والام اي ثابت والاثنين ثابت والاتش ثابت، وممكن تعمل تربيع للمساله، يبقى اللمضه تربيع بتتناسب مع 1 على فرق الجهد. طب انت عايز بقى فرق جهد اكس على فرق جهد واي يساوي لمضه ولمضه هم علاقه عكسيه، يبقى لمضه واي على لمضه اكس ولكن الكل تربيع. شايف العلاقه دي؟ او عايز تعمل سلم واستلم، هي فرق جهد يتناسب عكسيا مع اللمضه تربيع. السؤال ده برضو مشهور جدا، وبالمناسبه انت يعني احنا بنفترض انك بتتكلم معايا بعد شهر من دلوقتي. السؤال ده مشهور جدا في الدرس ده، وبيجي دايما في امتحانات ثانويه عامه بقاله 5 سنين، دور اول ودور تاني ما فوتش ولا سؤال ولا امتحان استرشادي من ساعه ما جه. فالسؤال ده يعني اعتبر انه جاي في امتحان اخر السنه، لو ما جاش خلاص تزعل، والله لو ما جاش تزعل. تعويضه مباشره بتحفظها، والقانون بتحفظه وبتعوض فيه، مره يقول لك مع الكي اي، مره يقول لك مع الفي، مره يقول لك مع، المهم انت بتحفظه. كمل معايا بقى. يبقى لمضه واحد عوض بقى، لمضه واي هتلاقي وقت على 16 ولا ايه؟ لمضه واي بلمضه واي عادي، لمضه اكس ب4 لمضه واي، ودول يطيروا مع بعض تحت التربيع يبقى 1 على 16. ماشي. يوضح الشكل التالي ضوءا منبعثا من مصباح تنجستين يمر خلال غاز بارد ثم خلال منشور ثلاثي فيتكون طيف على لوح. طبعا ده مستمر، فبيدخل على غاز بارد بيعمل امتصاص ولا انعكاس؟ امتصاص، فهيعمل لك طيف امتصاص. الكلام ده لازم تبقى مذاكره كويس بقى، يعني لازم يبقى عندك المعلومه، مفيش اوبشن تاني انك تستنتج او تطلع او لازم يبقى عندك المعلومه. طيب طيف امتصاص، طبعا الامتصاص كان بيطلع ولا بيمتص؟ بيمتص، يبقى بيمتص من طاقه قليله لطاقه كبيره، يبقى قصدي انتقال الذرات الغازيه او الغازيين مستويات الطاقه بتكون من القليل للكبير. يبقى جيم صح؟ جيم ماشي. طبعا الانبعاث هو اللي من عالي لقليل، الامتصاص من قليل لعالي كطاقه يعني. في دائره الترانزستور الموضحه بالشكل عند انقاص قيمه ار بي. السؤال ده جه قبل كده في امتحان ثانويه عامه، والسؤال موجود في الواجب يعني. الار بي تقل فالاي بي يزيد، والاي بي يزيد والاي سي برضه يزيد، لان الاي سي بيساوي بيتا اي بي، والبيتا ثابته، فلما الاي بي يزيد الاي سي برضه يزيد. طيب ده كده قبل ما نبص على المساله. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك ماذا يحدث لقراءه كل من الملي اميتر؟ الملي اميتر ده الاي سي، احنا قلنا الاي بي يزيد يبقى الاي سي يزيد. قراءة الفولتميتر، الفولتميتر ده متركب على الفي سي اي، الفي سي اي بتساوي في سي سي ناقص الاي سي في الار سي، ثابت الاي سي، يبقى الاي سي قلنا تزداد وفي سالب، يبقى الفي سي اي تقل. سؤال برضو اكيد حليته في الواجب قبل كده. الاسئله بيقول لك كل سؤال منهم بدرجتين، يتكون من ملف مستطيل طوله 26 سنتيمتر وعرضه 21 سنتيمتر وعدد لفاته و1800 دوره في الدقيقه، يقسم على 60 30. الاف طبعا 30 هرتز في مجال بي. احسب قوه الدفع المستحثه بعد مرور ثلثي الزمن الدوري. اوبا، عوض يا عم على طول. الام اف بتساوي ان في الاي في البي في الاوميجا ساين سيتا. فاضل لك ساين سيتا. انت عارف لو نص دوره 180، لو ربع دوره 90، مش عارف ايه. طبعا هو قال لك بادئ من وضع الصفر، يعني بادئ من ساين صفر. طب اعملها ساين كام؟ تلتين دوره، يعني 2 على 3 من ال 360 تطلع 120 في 2 200، يبقى السيتا بتاعت ال 240. سهله يعني. انت ما اقول لك نص دوره بتعملها ازاي؟ نص في 360. طب لو قلت لك تلتين 2 على 3 في 360، هي رشه بقى مع ال 200
المساحة 26 هتحولها الأول 26 في 10 أس سالب 2 في العرض 21 في 10 أس سالب 2. أنا بعملها نقطة يعني بعملها 21 من 100 وهكذا. المجال 6 من 100 الأوميجا 2 باي الإف ب 60. طبعا لازم ما تنساش الضرب ساين 240. ما تنساش بقى ساين 240 ها. 200 في 26 من 100 في 21 من 100 في 6 من 100 في 2 في باي في اف 60 في ساين 240. هل الرقم ده صح بقى؟ 200 تاني في 6 ملف طويل طوله 26 يبقى 26 من 100 وعرضه 21 من 100 وعدد لفاته 200. ماشي عوضنا بال 200. المجال 6 من 100. طبعا السؤال المقال لازم بتتأكد. 2 في باي. انا نسيت الباي تصدق، حسيت ان انا ناسي حاجة. 2 في باي ايه يا جدعان الهزار ده بقى. 200 الطول في العرض في المجال في 2 في باي في اف ب 30. يا سلام ده انا عندي غلطتين الله ينور. 2 باي اف نسيت الباي ونسيت والاف عوضت ب 60. هي طبعا على 60 انا ما شفتش على 60 ف 30 ساين 240 106. يبقى الإجابة ما هو مفيش تعديل تاني. ام اف بتساوي سالب 106.9. ممكن تقربها له 107 ممكن تسيبها له زي ما هي. طبعا ما تنساش الوحدة بالفولت عشان ما ينقصكش عليها. ايه ده ينقص على الوحدة؟ اه والله بينقص على الوحدة. خلاص. وبالنسبة للسالب فعشان طبعا في الايه في الربع الثالث ولا في الرابع؟ في الربع الثالث فالساين في الربع الثالث بتكون بالسالب. ماشي. سقط شعاع وحيد الطول الموجي على سطح اتش ميو سي فتحرك الكترون بسرعه في والراجل اللي نازل ده ب5 اتش ميو سي دي طاقته. احسب السرعه القصوى المتحرره عند سقوط نفس الشعاع على سطح فلز اخر. ده سطح فلز اخر دالة الشغل بتاعته 3 اتش نيو سي ونازل متحرره بدلاله ايه؟ بدلاله فيه عند سقوط نفس الشعاع. نفس الشعاع يبقى 5 برضو اتش نيو سي. عايزين نعرف الطاقه او السرعه اللي طالعه هتكون بكام. طيب الكي اي بشكل عام بتساوي الطاقه ناقص داله الشغل. تعال نحسب بتاعت كل واحده. 5 نازلين خسرنا واحده او خدنا اتاخد منهم واحده اتاوه يخرج 4 اتش ميو سي. يبقى الراجل ده طاقه الحركه بتاعته 4 اتش نيو سي. الراجل ده نازل 5 اتاخد منه 3 يطلع 2 اتش نيو سي. عايز بقى تعوض التعويضه بتاعت حضرتك عادي براحتك. ده اللي طاقه الشغل اصلا بتساوي نص ام في تربيع. بالمناسبه الاتنين دول ثوابت. لو عايزينها بدلاله السرعه يبقى كي طبعا العلاقه بينهم ايه؟ تربيعيه. الكي اي بتتناسب مع الفي تربيع. كي اي 1 كي اي 2 في 1 تربيع في 2 تربيع. الكي اي 1 اللي احنا حسبناها اول مره 4 اتش نيو سي. كي اي 2 حسبناها 2 اتش نيو سي يساوي في 1 تربيع اللي هي في تربيع بالمناسبه على في 2 تربيع. الاتش نيو سي طيرها مع الاتش نيو سي طيرها 4 على 2 اللي هي ب2 على 1. اعمل قوسين طبعا انت عايز ده في طرف يبقى في 2 تربيع في تربيع 1 في في تربيع على 2 وتبعت الجذر فيبقى في تربيع تحت الجذر في على جذر 2. بالمناسبة السؤال ده نفس السؤال بالظبط موجود في كتاب الامتحان في الفصل الخامس. تعليقي على الامتحان طبعا تم الامتحان الأول الحمد لله. بالمناسبة الامتحان تعليقي على الامتحان ما تفوتوش أسئلته. هل الامتحان مستحيل؟ لا. يعني كان في كده في الامتحان السنة اللي فاتت الاسترشادي على ما أتذكر كان الثالث أو السادس واحد منهم. ده كان النموذج الاسترشادي بتاعه نازل في 3 ساعات وكمان بتختصر في الحل مش بتحل بسرعة. كان صعب بصراحة كان شديد.
ده شديد قوي. هل ده شديد قوي؟ لا. في اول حاجه للطالب اللي بيحل، هنفترض الطالب كويس بيحل من كتاب مثلا اي كتب، يعني مش لازم كتاب معين، بس بيحل يقدر يجيب مرتاح 75%. في كام سؤال شداد قوي، طبعا ده سؤال سهل واللي قبله سهل، ده تمام ده تمام ده تمام ده تمام. في اسئله كتيره، ده بصراحه شديد شويه لكن فكرته جت قبل كده وممكن حلينا عليه قبل كده. ده تمام ده تمام. ده صعب بصراحه، ده شديد شويه، ده صعب، ده احنا حلينه بالارقام قبل كده برضو. نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. كل ده ايه يعني؟ بص، جه في شويه ريح. كل ده طبعا سؤال حلو بس شفناه قبل كده. سهل 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 سهل. السؤال بس ايه، ده برضو كويس، سؤال كويس، فكرته حلوه. سهل. برضو ده صعب لحد ما تشوف فكرته. يعني ده شفناه، لو شفته قبل كده فبالنسبه لك سهل، لو ما شفتوش قبل كده فبالنسبه لك صعب. طبعا احنا حلينا عليه قبل كده. من هنا بقى تلاقي طبعا السؤال الشديد قوي 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 دي طبعا لو شفت. بص، هو الفيزياء بشكل عام مش صعبه، ده مسطره مش صعبه الا لحد ما تشوف السؤال. هي صعبه لحد ما تشوف السؤال، صعبه لحد ما تحل بايدك وتعرف السؤال وتحله. ما هو الراجل مش هيخترع. ممكن يجي لك افكار جديده وهكذا، بس لو انت شفت السؤال قبل. دي ميزه الفيزياء بصراحه، لو شفت السؤال قبل كده وحليته بايدك وفهمته هيجي لك تحله تاني. والمره الجايه التانيه اللي هيجي لك تحله هتحس هو ايه التفاهه دي، وتلاقي الطالب اللي جنبه ايه الصعوبه دي. يعني الاثنين نفس الشرح ونفس الحل ونفس كل حاجه. يعني وانا بشرح ليه، واحد شافه قبل كده فحس انت بتحرق كتير لا يا مستر، واحد ما شافوش قبل كده فحس اللي هو ده ايه الاعجاز العلمي، ويقول لك ايه هو ده هيجي في بالي في اللجنه. هيجي في بالك لو شفته هيجي، انما لو ما شفتوش وما حلتش مش هيجي. فالكلام ليه طول كده على الامتحان ده؟ عشان اعرفك ان الامتحان الاسترشادي ما هو الا تتعلم. مش عايز اقول لك بنقيس مستواك قوي الا انك تعرف عيوبك فين وتعالجها. يعني انت بعد ما خلصت عرفت عيوبك فين وتعالجها. محتاج فصل اول، محتاج فصل تاني تالت رابع خامس، محتاج اعرف انا عيوبي فين اروح المها. ده فايده الاسترشاد. انما فايده الاسترشاد الندب وان انا اقعد اعيط واقول ان انا الامتحان صعب ومش هيجي في بالي في اللجنه، لا اركن انت على جنب. انت كده ايه على الله خالص. خلاص اتفقنا. طبعا سؤال رقم 18 يفوز بسؤال باقوى سؤال جه في امتحانات الاسترشادي بالمناسبه في العشرة اللي جم السنه اللي فاتت. السنه دي السؤال ده انا لم ارى مثله ممكن في اخر سنتين او ممكن في اخر 3 سنين. سؤال بصراحه تحيه للوزاره على السؤال الجامد ده، انه ربط كل حاجه في بعض. كل حاجه الفصل الثالث اتربط في الدرس ده بصراحه، يعني بعيد عن الدينامو. يعني السؤال ده جبار. احب اقول لك تاني تروح تتفرج عليه تاني وتستمتع بيه زي ما انا استمتعت بيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كنتم ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم.